ماشي يا فارس فارس تمام. طيب احنا هنبدأ دلوقتي، وكده كده ان شاء الله اللايف ريكوردينج، فممكن اي حد يسمعه تاني. في الاول بس عاوز اوضح 3 نقاط، ان دي الحلقة رقم 13 او من سلسلة يلا صفر، اللي احنا بنتكلم فيها عن ازاي او ايه الفرص المتاحة للدكاترة ان هم ياخدوها بره مصر. اتكلمنا عن فرص كتير، ودي رقم 13 مع الدكتورة ندى عبدو سعيد. ندى سعيد دي عبد. أول. ندى سعيد عبد. ايوه. حلو. آه. دي أول حاجة. الحاجات اللي أنا عاوز أوضحها إن شاء الله، أي حد عنده سؤال خلال اللايف يكتبه، وإحنا في آخر اللايف إن شاء الله هنحاول إن إحنا نجاوب على الأسئلة كلها اللي أنتوا هتسألوها. آخر حاجة، ما تنسوش إنكم أنتوا تشوفوا الحلقات اللي فاتت لو أنتوا مهتمين مثلا بأمريكا، ألمانيا، بريطانيا. كل حاجة تقريبا إحنا اتكلمنا عنها، الكومن والأنكومن كمان. فخلونا دلوقتي نرحب بالدكتورة ندى. اهلا بيكي ونورتنا في اللايف المتواضع ده. والله شكرا يا ابراهيم، انا عاجبني جدا المجهود اللي انت بتعمله بصراحة يعني. وحتى كان في اللي هو اللايف بتاع دكتور نرمين على السويد وكده، انا ما شفتهاش كلها بس يعني honestly يعني I salute you ان انت بتعمل المجهود الفظيع على انستجرام ده. thank you for having me. ميرسي جدا، بالعكس والله الواحد بيحاول ان هو يعمل يعني اقل من المطلوب اللي بيحصل، بس الواحد بيحاول ان هو في جاب موجوده اللي هي مفيش فرص فعليه. احنا بنقرا بوستات والكلام من ده، بس ان حد يتكلم عن الجيرني بتاعته بشكل خاص دي فيها ديفكت. فالواحد بيحاول يعمل اللي عليه ان هو يوصل او يملى الفلفل الجاب دي بشكل ان هو يبقى بعدين ان شاء الله بعد عمر طويل لينا كلنا، لو مات ولا حاجه يبقى حاجه موجوده. يعني من باب ان ايه العلم ينتفع به، وربنا يتقبل مننا جميعا. وشكرا مرة تانية ليكي لوجودك النهارده، يعني كونك انت موجودة هنا النهارده بعد الناس ما تعرفش احنا بنرتب اللايف ده بقاله السنة مدة اللي طويلة. فاتت السنة اللي فاتت، بس دايما بيحصل حاجة وبعدين الحمد لله ظبطت وظبطت جدولي. انت شفت الجدول اه طبعا والله ربنا يكون في عونك بجد يعني. طيب في الأول خلينا نعرف مين هي الدكتورة ندى. أنا عارفك على مستوى شخصي وده شرف ليا طبعا، شرف ليا. بس خلينا كده سريعا بحيث الناس اللي معانا والناس اللي هتسمعنا بعدين تعرف مين هي الدكتورة ندى بشيء من الاختصار في نفس التوقيت من ان ديتيلز. من كونها واحدة كانت عايشة في السعودية، وبعد كده قررت إن هي تنزل مصر تدرس طب. ليه أصلا فكرة الطب؟ يعني ليه مش أي تخصص تاني؟ وبعد كده التعريف عنك شوية. اوكي، مش بس بظبط شعري. دي اساسيات، معلش. اوكي. طيب، انا هعرفكم بنفسي دلوقتي. دلوقتي انا ندى، اتخرجت سنة 2022 من كلية طب. بدأت دراسة كلية طب في 2016. فأنا نظام قديم اللي هو كان 6 سنين وسنة امتياز. درست في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. وصراحة يعني كانت جيرني على قد ما يبان ان هي 6 سنين بيعدوا بسرعة، بس لا، انا حسيت ان هما عدوا اكنهم يعني 60 سنة الحقيقة، يعني عشان الموضوع الموضوع بياخد وقت وبياخد مجهود. مش على مستوى الدراسة، يعني أنا جاية أهدلكوا الثوابت وأقول لكم كلية الطب مش صعبة كدراسة. هي صعبة إن الواحد بيكبر فيها. يعني الواحد لما يدخل كلية طب 18 سنة ولا 17 سنة. في ناس كتيرة أنا أعرفهم كانوا معايا في الجامعة، مثلا مش عايشين مع أهاليهم، اضطروا إن هم يسافروا للجامعة. فكل الحاجات اللي احنا بنشوفها عادي، دي challenges أنا حابة إن أنا أتكلم عليها يعني throughout اللايف، عشان خاطر يعني topic زي المنتل هيلث ده للأسف يعني مش واخد حقه قوي. يعني احنا بنقول شوية شعارات واهتم بنفسك وحب نفسك والكلام الكتير ده، بس ايه بقى الحاجة اللي هنعملها on ground عشان خاطر يبقى ده ليه معنى؟ ده بقى اللي انا يعني حابه اشارككم يعني اشارك معاكم على مدار ال6 سنين او ال60 سنه، سموها زي ما تسموها يعني. ايه تاني ممكن؟ حاليا دلوقتي انا واخده نيابه في جامعتي، نيابه اشعه. احنا ما عندناش intervention radiology في الجامعه، فهو diagnostics بس.
الورك لود طبعا كتير، عكس ما يشاع ان الأشعة ده تخصص رايق وقاعدين في التكييف. هو مبدئيا المستشفى كلها فيها تكييف يعني فمش دي المشكلة خالص. المشكلة فعلا ان مثلا في emergencies لازم الدكتور الأشعة يعملها بالليل، فموضوع اوبشن ان هو يسيب الحالة ويدخل ينام ده مش موجود، عكس ما هو مشاع. بتضطر تتعامل على فكرة مع patients، يعني مش زي ما هو مشاع. انا جاي النهاردة عشان اهدلكوا السواد هتكسري كل تقريبا. حاجة موجودة عندنا المايند سيت. طيب خلينا بما ان احنا بنتكلم عن السفر والتفاصيل دي كلها، كندى امتى بدأت فكرة اصلا السفر بالنسبة لك؟ هل هو كان من خلال الدراسة الأكاديمية مثلا، هل في كلينيكال، هل في الامتياز؟ امتى بالنسبة لك قررت ان هو لا انا عاوزة اخوض تجربة واسافر وامشي في البروسيس بتاعتها؟ من وانا في الجامعة كنت سافرت على clinical attachment في الأجازة اللي هي ما بين سنة تالتة وسنة رابعة. فأنا عشان نظام قديم ده كان اللي هو في الأكاديميك قبل ما ابتدي clinical، لأن احنا clinical من سنة رابعة، مش زي دلوقتي من سنة تالتة. سافرت clinical attachment، رحت إنجلترا. رغم ان دي ما كانتش البلان خالص، يعني انا البلان بتاعتي كنت انا عايزه اسافر اصلا امريكا اعمل observership هناك. بس الفيزا اتاخرت. فساعتها قلت طب ما أجرب أشوف يعني زي observership أو clinical attachment في حتة تانية. ف surprisingly الورق والفيزا وكل حاجة مشيت بسهولة قوي في انجلترا. حتى بعد ما وصلت انجلترا لقيت السفارة بتاعت أمريكا بتكلمني بتقولي عايزين يدوني الفيزا بتاعت أمريكا. قلت لهم طب لما أرجع لكم بقى من السفر. وبعدين جه الكوفيد بقى فعطل أي travel plans تانية لحد سنتين قدام، لان كانوا مانعين الاوبزرفرشيب والكلينيكال اتاتشمنت وكل الكلام ده. يعني انا سافرت في 2019، من هنا البانديميك جه بعدها بشهرين. ده حلو. بس كنت مسافرة على clinical attachment في neurology department. وكان جزء برضو منها ان انا روحت نيوروسيرجري، وحتى even نيورو راديولوجي ونيورو انترفنشن ونيورو فيسيولوجي. وكان في حاجات كتيرة قوي شفتها related بتخصص النيورو. فعشان كده قلت انا عايزة اخد نيورو ساينس، بس هيبقى برا مصر، لان مصر للاسف ما فيهاش سنترز كبيرة متخصصة في النيورو ساينس بس. جميل جدا. نقدر نقول من خلال البوينت دي بالنسبة لك تكونت فكرة السفر وفكرة التخصص. أنا كنت أسألك أصلا، يعني كبنت معروف دايما إن هي بتحب الحاجة الخفيفة، درماتولوجي مش عارف أوبثالمولوجي. فكرة إن كبنت تقرر إن هي تخوض معركة زي ما بيقولوا في السيرجري بشكل عام، وبالذات السب سبيشاليتي نيو، يعني دي حاجة قوية كبنت إن هي تحاول إن هي تجتاز، بالذات مع المايند سيت اللي موجودة هنا في مصر. فمن خلال ممكن نقدر نقول التجربة بتاعتك بتاعت الكلينيكال اتاتشمنت اللي انت خدتيها، كان كفيلة بالنسبة لك انك انت تاخدي كل البروسيس دي؟ بصراحة يعني انا اتبسطت جدا في الكلينيكال اتاتشمنت دي، عشان شفت نظام مختلف، خصوصا ان ده كان اول نظام مستشفى اشوفه في حياتي. فلما رجعت مصر بدأت كلينيكال، فانبسطت ان انا في حاجات مثلا اتعلمتها هناك، وفي حاجات برضه اتعلمتها هنا. فدي ميزة ان انت تشتغل في اكتر من سيستم او تشوف اكتر من سيستم. وحتى دايما انا عارفة ان مش سهل على طلبة الطب ان هم يلاقوا فرصة ان هم يروحوا مستشفيات وكده من وهم في الجامعة. لان هيلاقوا اللي اكبر منهم بيتريقوا عليهم ده وبيقولوا لهم انتوا حقيقة. ايه اللي جابكوا؟ مهم. انتوا جايين تعملوا ايه؟ ما تروح المشرحة تذاكر لك كلمتين في الاناتومي تخش تنجح بدري فيهم. على الهم. يعني بس ده مهم لسبب. اصل لما انت هتنزل بدري، يعني هتشوف التخصصات المختلفة. وعلى فكرة وارد ان انت تحب تخصص وبعد كده تكتشف ان انت مش عايزه عادي. يعني أنا قبل ما ادخل كلية الطب على فكرة كنت عايزة بلاستيك سيرجري مثلا، فاهم؟ مهم. رحت اتجاه تاني خالص. مهم. يعني انا بالعكس كنت interested في الدرماتولوجي والبلاستيك سيرجري والكلام ده كله، وهي تخصصات حلوة جدا. وانصح اي حد بيحبهم سواء ولد سواء بنت، يعني امشوا ورا حلمكم، ولو غيرتوا رأيكم عادي، يعني التغيير ده حاجة طبيعية. طيب، جميل جدا. انت بعد ما رجعتي الظروف في مصر هنا
إمم. يعني ما خلتكيش تغيري فكرة عن النيورو ساينس أو النيورو سيرجي أو القصص دي كلها؟ بالذات إحنا عارفين إن الحياة هنا في مصر مختلفة تماما عن الحياة مثلا في بريطانيا أو أي بلدة بره مصر يعني. ما حطيتيش في نفسك سؤال اللي هو طيب أنا ممكن ما أسافرش فبالتالي أختار حاجة تانية مختلفة؟ أنا حسيت عامةً الدكاترة في مصر شاطرين، يعني أنا ما حسيتش يعني إن في gap في مستوى الknowledge اللي عند الاستشاري أو كده، فدي نقطة حلوة. المشكلة بقى زي ما أنت قُلت إن ما فيش system، فأنت مش هتقدر إن أنت لوحدك كده كدكتور تقدر تعالج العيان أو تساعده في حياته، لإن مشكلة عيان النيورو إن هو بيحتاج سبورت من كذا ناحية، مش بس الأدوية اللي انت هتديها له. حتى لو هو عيان سيرجيكال على فكرة، هو بيبقى محتاج حاجات تانية. زي مثلا لو هو عنده مثلا بعد الشر برين تيومر أو حاجة، هيحتاج مثلا يكون في psychological support. فانت لو في سيستم اوريدي هيبقى الدنيا سهلة ومعاك تيم متكافئ. بس أنا أعتقد يعني هنا في مصر الدنيا بدأت تتحسن شوية، لأن ابتدى يبقى فيه مثلا سنترز وعيادات نيورو ساينس. يعني أنا في عيادة كنت قعدت فيها سنة الامتياز كلها هنا في مصر، كانت هي فيها كل التخصصات اللي ريليتد بالنيورو، يعني نيرولوجي، نيوروسيرجري، ايفن حتى الفيزيوثيرابي كان موجود. وكان في حتى مم. دكتور أورثو بيجي كل يوم تلات تقريبا، عشان العينين السباين غالبا بيبقى معاهم مشاكل في الني كمان، فبدل ما نبعتهم للدكتور بقوا بيجيبوا هما الدكتور كده يعني. مهم. فهو انا مش الهدف من اللايف ده ان انا اقول للناس بصوا انتوا هترموا كل حاجة ويلا اطلعوا سافروا، لان يعني كل واحد ليه التجربة الحياتية بتاعته. فلو انا بحب تخصص، لا مش الصح ان انا اسيبه خالص عشان انا هقعد في مصر. بالعكس، ده ممكن بسهولة يتخلق فرص تانية حتى من الأجيال اللي أكبر مني. يعني أنا العيادة دي مثلا ابتدت شغلها بعد ما أنا رجعت من إنجلترا بسنة مثلا. مم. فالفكرة كانت في دماغي، بس في حد سبقني طبق الفكرة، فأنا استفدت منها اتعلمت منها كده يعني. فما تيأسوش يعني. طيب جميل جدا. انت قلت خدت الفرصة في بريطانيا، هل ده كفيل انك انت تختار بريطانيا؟ طب في فرص تانية كتير في ألمانيا مثلا اسهل دايما معروف عنها. انت آه. قلت في الاول كان نفسك تسافر امريكا بس الفيزا. طيب ما اديتيش فرصة لنفسك انك انت تفكري في other pathways تانية تشوفي الفرص فيها ازاي؟ يعني ليه على طول بمجرد ما خدت التجربة رحتي انا امشي في طريق بريطانيا؟ بص هقولك بالنسبة لأمريكا، أنا فعلا بعد ما الفيزا طلعت ورجعوا ال observerships بعدها بسنتين، أنا فعلا سافرت. العيادة فين؟ في القاهرة. العيادة في المهندسين، في شارع جامعة الدول. هبقى ممكن أنزل لكم في الكومنتس الانستجرام أكاونت بتاعها. بالنسبة لأمريكا، فأنا سافرت ما بين بداية الامتياز وأول ما اتخرجت. أنا اتخرجت في شهر 7/2022، وكنت هبتدي امتياز في جامعة مصر في شهر 9/2022. فأنا في شهر 8 سافرت ورجعت في شهر 9 على طول. حتى الجامعة مشكورا يعني خلتني ابتدي امتياز على طول من غير أي مشاكل. لأن أنا جيت متأخر الصراحة أسبوعين يعني، بس الحمد لله يعني عدت يعني. آم، بس مشكلتي الوحيدة بصراحة مع أمريكا، يعني ده سبب شخصي ممكن يكون تافه لبعض الناس، بس هو بالنسبة لي مش تافه. هو موضوع بعد المسافة، إن أنا إيه يعني هسافر وهيبقى صعب إن أنا أشوف أهلي تاني. حتى كل اصحابي اللي عايشين هناك هم ما شاء الله كلهم نجحوا جدا ووصلوا لكل حاجة نفسهم فيها. وامريكا بجد حلوة وتستحق المشوار وتستحق المعافرة. وامتحان اليو اس ام دي امتحان غلس كل حاجة، بس هو امتحان فعلا هيخليك دكتور مختلف. والطب في امريكا اكيد احسن من الطب من انجلترا، بسبب ان امريكا فيها فلوس اكتر، مش بس يعني للدكتور، لا ده المنظومة كلها يعني فيها فلوس. مش مهم. هتلاقي مثلا لما تيجي تطلب investigation في امريكا هتفكر مثلا هينفع تطلبه ولا لا. انما في انجلترا الدنيا مختلفة شوية، لان هو النظام الصحي بتاع انجلترا مش برايفت، ده هو من فلوس الضرايب اللي الناس بتدفعها طبيعي بيروح نسبة لل NHS اللي هي National Health Service.
فالنظام مختلف، وحتى هتلاقي الرعاية الصحية مختلفة، والبراكتس بتاعك كدكتور بيختلف جدا، حتى الجايد لاينز تختلف ما بين الدولتين يعني. مم. بس هو كل واحد بيقدر يمشي في باثواي على حسب ايه اللي هيتماشى مع شخصيته، ايه اللي هيتماشى مع ظروفه الحياتية، لأن أجان برضو احنا مش بس بنشتغل وخلاص، احنا لينا عيلة، لينا أصحابنا، لينا activities وحاجات عايزين نعملها. فأنا بالنسبة لي ما كانش شيء سهل إن أنا يعني ما أشوفش عيلتي تاني بسهولة، إنما إنجلترا طيارة 5 ساعات هروح هرجع زي الفل. مهم. جميل جدا. طيب ممكن نسأل سؤال، من امتى فعليا بدأت البروسيس بتاعت بريطانيا؟ وليه فكرت في فكرة البلاب؟ ليه مثلا مش حاجة سهلة MRCP او MRCS وخلاص؟ دي اغلب الحاجات اللي بتتاخد بالنسبة للمصريين، بحيث ان هو كده كده شغال في مصر فضمن الشغل بتاعته او التخصص بتاعه، وفي نفس التوقيت كده كده بيحضر زمالة مصرية او اللي هو امتحانات الماجستير، فبالمرة يمتحن معاها. ليه فكرتي في بريطانيا كبلاب مش كزمالة؟ ومن امتى بدأت فعليا التراك ده؟ بدأت أول ما رجعت من أمريكا شهر 9 2022. وبعدين أنا اخترت بلاب لان انا كنت بفكر في الام ار سي اس، وبعدين قلت انا قلقانه ان انا ما اعديش بارت بي من وانا في الامتياز. اياميها كان مسموح ان الام ار سي اس نعمله من واحنا في الامتياز عادي، انا عارفه ان دلوقتي دلوقتي قفلوه ما خلاص. بقاش مسموح، لا. يس. آه مهم. فعشان كده قلت طب ما خليني في البلاب. الباسنج ريت بتاع البلاب اعلى بكتير جدا من الام ار سي اس، لان البلاب معمول ان هو بيعادل الشهاده. مهم. الام ار سي اس هو specifically للجراحة. بالنسبة للام ار سي بي والزمالات التانية، حتى even الام ار سي او جي والاف ار سي ار اللي هو بتاع الأشعة، كلهم 3 بورتس. فأنا بصراحة ما كنتش حابة اخد حاجة 3 بورتس، عشان مهم. حسيت ان ده هيبقى وقت أطول. وانا هدفي في الاخر ان انا عايزة اخد لايسنس في انجلترا، وابتدي اقدم بقى على وظائف او نيابة لما التريننج بيفتح في شهر 10 من كل سنة يعني. بس مهم. طيب حلو. بدأتي أول ما رجعتي في أمريكا، ممكن تحكي لنا كده يعني إيه البروسيس، بحيث إن لو حد ستيل يعني إيه حابب إن هو يبدأ لسه ما بدأش في البلاب؟ كلمينا أول حاجة كده سريعة عن البلاب، إيه الفرق بينه وبين الزمالات؟ قلت أول معلومة إن هو مش 3 امتحانات، هو كام امتحان؟ وإزاي مثلا بنقدم عليه والبروسيس دي كلها؟ اوكي. بالنسبة للبلاب، هو زي ما قلت هو معادلة للشهادة، فهو ما بيكونش أسئلته صعبة خالص، ولا بيبقى فيه حاجات معقدة. يعني almost كل المعلومات اللي احنا خدناها في الجامعة هتكون موجودة فيه، باختلاف طبعا الجايد لاينز طبعا. واختلاف حاجة كمان، ان مثلا في حاجات احنا ما بنركزش عليها قوي في مصر، زي مثلا الجيرياتريكس، الحاجات دي كلها، البالياتيف، لان احنا ما عندناش قوي حتة البالياتيف، اللي هو فكرة ان انا يبقى عندي عيان تيرمينال زي عيان الكانسر، او العيان اللي هو الاند ستيج. جيرياتريك الاند ستيج بالظبط. فاحنا مش بنعالجه، احنا بس بنحاول نخلي حياته as comfortable as possible. وده كان chapter challenging جدا في البلاب، وانا شايفاه اصعب chapter. ليه؟ لان انا باجي احل السؤال بختار الاجابه اللي هي ليها علاقه انه ده treatment. ما بفكرش مثلا ان هو لا، انا المفروض ان هو يبقى as comfortable as possible، فغالبا الاجابه هتكون حاجات بتشيل الاعراض، مش بتاع حاجات curative يعني. يس. بالظبط. فمثلا لو محتاجة عملية غالبا مش هتتعمل إلا بقى لو هي عملية أصلا palliative، فدي قصة تانية. المهم نرجع للسؤال. البلاب عبارة عن جزئين، بلاب 1 وبلاب 2. بلاب 1 يبقى امتحان MCQ، تقدر عادي تمتحنه في مصر. امتحان 180 سؤال في 3 ساعات. بيتعمل في شهر 2 وشهر 5 وشهر 8 وشهر 11 من كل سنة. مدة التحضير بتاعته هتختلف من حد لحد. في ناس بتقدر ان هي تقعد قدام الكويستشن بانك، هو اهم حاجة فيه حل الكويستشن بانك. في ناس تقدر تقعد قدام الكويستشن بانك بال3 4 ساعات في اليوم، فدول هيخلصوا الكويستشن بانك اللي هو في حدود 4000 سؤال كده في وقت قصير.
وفي ناس تانية لأ محتاجة وقت أطول. فأنا نصيحتي لأي حد هيحجز الامتحان، ما تدخلش الامتحان قبل وقت على الأقل 3 4 شهور. ما تصدقوش حد قال لكم ان هو خلص البلاب 1 ده في شهر، كداب. كداب من الآخر. بس ده بالنسبة للبلاب 1. بلاب 2 بقى بيكون كلينيكال. ده مش موجود في أي حتة في العالم غير في إنجلترا، بس مواعيده كتير. يعني مثلا في الشهر الواحد ممكن يكون فيه 15 أو 20 يوم، كل يوم في دول فيهم امتحان. طبعا اه، بيبقى دارس معلش شوية. ثانية بس أنا قاطعك في الحتة دي. هو كلينيكال قصدك كمواد كلينيكال ولا لا، كلينيكال كلينيكال كأصل؟ على بيشنت. بيشنت، يس، اه، اوكي. كلينيكال على بيشنت. مهم. امتحان بلاب 2 بقى هو بس غلاسته في كده، ان هو بتضطر ان انت تسافر. فطبعا الاسترس بتاع اول مرة حد يسافر ده، بالذات كمان لو في الشتاء، وجو انجلترا سيء جدا في الشتاء الصراحة. مهم. فده برضو مشكلة تانية. بس انا شايفاه اسهل من بلاب 2. يعني هو احنا نذاكر بلاب 1 كويس قوي، وبعدين نفس المعلومات دي هنطبقها في بلاب 2. بس الفرق ان احنا بدال ما يعني ما بنطبقها، ما بنجاوب في ورقة ام سي كيو، احنا بنقولها للبيشنت بشكل شيك وبشكل لطيف زي ما هم عايزين بالظبط. هو امتحان مش بيتست نوليدج، هو حتى مكتوب كده على امتحان بلاب 2 من الاوفيشال ويب سايت بتاع الجنرال ميديكال كونسل، اللي هو زي نقابة الأطباء عندنا. مكتوب كده بالظبط: we tested your knowledge in PLAB 1. Now we're testing how you're going to deal with the patient in PLAB 2. مهم. بس. جميل. مم. فده طيب البلاب بس 1 محتاج عليه بس درجة، تزود. اتفضلي سوري. آه بالنسبة للبلاب، فرقه ايه عن الام ار سي اس؟ عشان لو حد اوريدي مخلص امتياز ومحتار ياخد ام ار سي اس ولا بلاب. بلاب قبل ما امتحن بلاب 1 لازم اكون معايا او اي تي، اللي هو امتحان الانجليش ده، او ايلتس. تمام. فلو حد مثلا مستعجل ومش عايز يمتحن الانجليش دلوقتي، وشايف ان هو لا قادر يدي وقت للمذاكره لامتحان زي ام ار سي اس بارت بي. انا اعرف ناس صحابي نجحوا في بارت بي من اول ترايل، وهم مش اخصائيين ولا استشاريين ولا حاجه. يعني مهم. صحابي قد يعني كانوا دفعتي. فدلوقتي بقى في question banks وبقى في كورسز كويسة. فلو حد محتار ما بين البلاب وما بين MRCS واوريدي مخلص امتياز، نصيحتي خلاص يعني proceed with MRCS. لأن كده كده اللي بيمتحن بلاب بيمتحن MRCS بعدها على فكرة، عشان دي مهم. معلومة مش عند أغلب الناس. مهم. طيب السؤال اللي كنت أسأله لك معلش في النص وقطعتك فيه. مم. البارت 1 في البلاب، هل هو سكورينج ولا باس وفيل زي مثلا ستيب 1 يوزمل؟ وبارت 2 هل برضه سكورينج ولا عبارة عن ايه؟ آه الامتحانات كلها pass or fail ما عدا امتحان واحد بس اسمه MSRA Multi Specialty recruitment assessment. ده امتحان بتعمله وانت بتقدم على النيابة. فده بالسكور، والسكور ده هو اللي هيحدد هيجيلك interview ولا لأ، أو هيجيلك job offer ولا لأ. it depends on the specialty. مهم. يعني كده نفهم ان انت المفروض علشان لو هتمشي في تراك البلاب تخلص بارت 1 وبارت 2، وبعد كده تمتحن الام اس ار اي، صح كده؟ مظبوط. وال MRCS نفس القصة على فكرة. يعني لازم امتحن بعدها الام اس ار اي، المالتي سبيشاليتي. يعني بس انت بتقدم على النيابة، هو في السايكل بتاعت راوند 1 بتفتح كل سنة في حدود شهر 10 أو شهر 11. تمام. انت بقى بتعمل الابليكيشن وكل الكلام ده، وبتختار التخصصات اللي انت هتقدم عليها. وميزة انجلترا ان انت لما بتقدم على التخصصات انت بتقدم فور فري. يعني مش زي امريكا الماتش بتدفع عليه فلوس، لا انجلترا انت ما بتدفعش فلوس في التقديم مهم. خالص. وبعدين بعد كده لو انت اوريدي يعني معدي الكرايتيريا بتاعتهم، مثلا من ناحية الاكسبيرينس. يعني هما بيطلبوا ان بعد الريجستريشن، سواء في مصر يعني او في ايا كان الدولة اللي انت فيها، ان انت يكون معاك سنة خبرة كمان. يعني انا عشان كده معرفتش اقدم مثلا السايكل اللي فاتت، عشان انا كان معايا بس اكسبيرينس سنة الامتياز. مهم. مكانش معايا اي اكسبيرينس خالص بعد ما انا سجلت في النقابة هنا في مصر. مهم. وبرده معلومة مهمة الناس تعرفها: let's say دلوقتي لو حد دلوقتي مخلص بلاب 1 ولسه ما امتحنش بلاب 2، يقدر يقدم عادي في السايكل دي في شهر 10. مش زي أمريكا لازم تكون مخلص الستبس كلها عشان تقدم على الماتش. لا، انجلترا انت لو فاضلك امتحان
عادي تقدر تقدم، بس على شرط ان انت قبل ما تستلم الشغل في شهر 8 السنة اللي بعدها تكون مخلص اللي هو بلاب 2 او ايا كان ام ار سي اس بورت بي، وتكون معاك خلاص لايسنس تو براكتس في انجلترا. مهم. Does that make sense؟ اه طيب، معلش تاني بس عشان انا يعتبر تهت شويه. انا اوكي. دلوقتي المطلوب مني علشان لو همشي في تراك البلاب، مم. امتحن البلاب بارت 1 وبارت 2، بعد كده امتحن الاو اي تي، وبعد لا، كده هتمتحن الاو اي تي قبلهم. هتمتحن قبلهم. الاو اي تي اه قبلهم، اه. اوكي، يعني في انت مش البدايه كده هتعرف معلش. تمتحن بلاب 1 من غير او اي تي. اوكي، تمام. يعني رتبي لي كده البروسيس. اول حاجه امتحن السيكونس، او اي تي. اوكي. اوكي، هناخد او اي تي اول حاجة. بعد كده بلاب تاني بارت حاجة بلاب 1. 1. تالت حاجة بلاب 2. اوكي. تمام. وجنب بلاب 1 وبلاب 2 ممكن نشيل ما بدلهم ام ار سي اس بورت اي او ام ار سي اس بورت بي. اوكي تمام. جميل جدا. ماشي. وبعدين وبعدين هتكلم على باقي الزمالات كمان شوية. حلو. وبعدين تالت حاجة بقى ام اس ار اي، ده امتحان اخر امتحان هتعمله قبل ما تدخل ان شاء الله على النيابة هناك. ده امتحان هو ethics اكتر، بس هو بسكور. مهم. والسكور مهم جدا، الدرجة بتفرق، لان ده على حسب التخصص. في تخصصات بتبقى حاطة الامتحان ده كفلتر، عشان وانت بتقدم بدل ما ياخدوا مثلا يبصوا في ابلكيشنز 5000 واحد مقدمين، ياخد لك مثلا اول 1000 بس. تمام. مهم. في تخصصات تانية زي الجي بي والسايكايتري، لا هو مفيش ابلكيشن اصلا. انت بتمتحن الامتحان والسكور بتاعك، على حسب السكور انت هيجيلك وظيفة او لا. مفيش مهم. انترفيو، مفيش اي حاجة. مهم. فهي اللخبطة بتيجي من هنا، ان انجلترا ملهاش نظام ثابت لكل تخصص. كل تخصص ليه الطريقة بتاعته في الاسسمنت يعني. مهم. دي حاجة. تاني حاجة انا كنت عايزة اقول على باقي الزمالات. باقي الزمالات اللي هم بتوع النساء وبتوع الباطنة، وبرضه بتاعة الأشعة اف ار سي ار، دول 3 parts. لو حد مش ناوي يسافر straight away، ما تضيعش وقتك في بلاب. انت ممكن ان انت تمتحن الزمالة وبعدين بتقدم على النيابة، بس انت مش بتقدم على النيابة من اول سنة نيابة، انت ممكن بتقدم على ليفل اخصائي. يعني دلوقتي لو في دكتور اطفال ماشي، مهم. خلص النيابة بتاعته في مصر، مثلا عنده نيابة في مصر في الجامعة ومش عايز مثلا يسيبها، وعايز يخلص ماجستير الاول بعدين يسافر، ممكن يعمل الزمالة بتاعت الاطفال اللي هم الفور بارتس دول، وبعدين يقدم من على ليفل اخصائي على اطفال. يعني طول هيدخل دايم. في نص النيابه، لان النيابه في انجلترا مش 3 4 سنين، ما عدا طبعا الجي بي 3 سنين. انما باقي التخصصات كلها ممكن بيكون توتال، عشان لحد ما يبقى استشاري، من 5 ل8 سنين على حسب مهم. التخصص. فهو عشان كده يعني هو على حسب كل واحد عايز ايه. مش هتفرق هياخد بلاب ولا لأ، لأن كده كده كل الامتحانات دي بتوصل في الآخر إن يكون معاك لايسنس ومن حقك إن أنت تشتغل في إنجلترا. مهم. جميل. طيب معلش، بخصوص الشغل، هل الشغل زي امريكا مثلا انت بتقدم على مستشفى والمستشفى هي اللي تقبل وترفض، ولا زي مثلا مصر هنا في اللي هو زي وزارة الصحة بتقدم انت على كل المستشفيات ووزارة الصحة هي اللي تفلترك؟ زي مصر احنا فعلا النظام بتاعنا فعلا في وزارة الصحة زي عندهم بالظبط. انت بتعمل ابلكيشن وبتقدم، مهم. وبعدين انت بتكون اوريدي يعني يعني على حسب بقى ترتيبك ما بين كل الابليكانتس بيجي لك الرغبة. حتى عندهم نفس نظام الرغبات اللي هو البريفرنسز ده. مهم. بتكتب حتى انت مثلا البريفرنس بتاعك الاولاني مثلا في المنطقة الفلانية، وهم عندهم زي برضو فكرة الإدارة التعليمية عندنا مثلا او المحافظة، اللي هو مثلا الجيزة والقاهرة وجنوب جنوب ايه، جنوب. جنوب كان في سيناء. جنوب حاجة جنوب سيناء. عشان دي مشهورة قوي جنوب سيناء. يعني فهو برضو بيبقى مناطق برضو في انجلترا، وبترتبهم على حسب أولوياتك وعلى حسب مهم. بقى هيجيلك ايه يعني. فهو نفس نظام التنسيق عندنا فعلا. حلو. برافو عليك. جميل جدا. طيب انا دلوقتي خلصت بارت 1 وخلصت او تي وخلصت بارت م. 2. ايه البروسيس اللي الجاي، او كنا نقول كندا، ايه البروسيس اللي فضلك الجاي غير امتحان الام اس ار اي؟ يعني هل في حاجه خلال الفتره دي مطلوبه منك تعمليها؟ يعني احنا سمعنا اه نظام اه البوينت ونظام مش عارف ايه، اللي هو تجمع بوينتات كتير ده، ممكن ما انا تكلمينا عنه شويه؟ هكلمك عنه. بس دلوقتي جينا على حسب التخصص.
هنركن الجي بي والسايكايتري على جنب ونشوف باقي التخصصات. دلوقتي احنا عندنا في انجلترا نظام الطبي عامل ازاي؟ احنا اول سنتين بعد كلية الطب بيبقى في حاجة اسمها فاونديشن اللي هو الامتياز عندنا دلوقتي، مم. تمام؟ طيب بالنسبة للنيابة، في تخصصات مثلا الجراحة كلها، فيما عدا النيوروسيرجي والرمد والنسا وايه تاني، آه المهم يعني اغلب التخصصات الجراحية زي بلاستيك سيرجري وزي العظام وزي الاي ان تي وزي الفاسكولار وحتى ايفن الجنرال سيرجري بيكون قبلهم سنتين حاجة اسمها كور سيرجيكال تريننج. فهو ده اللي انت بتقدم عليه، تمام؟ مم. طيب ايه بقى الشروط بتاعة الكور سيرجيكال تريننج؟ ان انت ما تكونش خبرتك الجراحية معدية اكتر من 18 شهر من بعد الامتياز. يعني بتوع الامتياز مش هيتحسبوا، تمام؟ مم. فانت لو مثلا خلصت نيابتك في مصر مش هينفع تقدم على كورس سيرجيكال تريننج. طيب هتقدم على ايه؟ تقدم بقى من اول ليفل اللي هو بتاع ايه، تالت سنة اللي هو بقى التخصص بقى اللي انت عايزه، سواء جنرال سواء بلاستيك سواء اورثو سواء ايا كان. طبعا انت كل ما بتعلى في الليفل اللي انت بتقدم عليه بيبقى مور كومبetitive، تمام؟ مم. فده بالنسبة للجراحة. بالنسبة للبطنة الموضوع مختلف. انت بيبقى عندك 3 سنين بطنة، تمام؟ وبعدين بتقدم على التخصص الباطني اللي انت عايزه. مم. الأطفال برضه نفس الكلام. ال3 سنين إلزامي، يعني أي حد عاوز بطنة اه لازم ياخد 3 سنين بطنة. لازم في 3 سنين، مم. الا بقى لو انت يعني سبيشال. عندك خبرة مم. مثلا بتسي في مصر ان انت خدت نيابة في مصر 3 سنين، فانت ساعتها مم. هتكون كواليفايد ان انت تقدم على الليفل اللي هو بتاع رابع سنة ده في النيابة. سبيشاليتي على طول تاخد بالظبط. السبيشال على طول. مم. فهو it depends انت فين في التايم لاين بالظبط، لان هو تايم لاين ماشي كده. يعني هو في كذا ستوب كأنك يعني في محطة مترو وماشي في محطات. فانت المحطة الأولانية ان انت مثلا من سنة أولى، تمام، نيابة، او بتقدم على ليفل أعلى. في بقى تخصصات ما بيكونش فيهم تقديم على ليفل أعلى، هو من الأول يا يا لأ بس. مم. تمام، جميل زي جدا. ايه؟ زي الجي بي مثلا. الجي بي انت لازم بتقدم على سنة اولى جي بي، ما ينفعش ان انت تقدم من النص، وهو الجي بي كله 3 سنين. مم. أه حتى لو عندك خبرة، يعني حتى حتى لو لو عندك أنت. خبرة. اه مم. بس جميل. في ويب سايت انا هحطه لكم فيه كل التخصصات، فكل تخصص اقروا هو بجد بيبقوا عايزين ايه، وحتى بيبقوا حاطين بالتواريخ والتايم لاين وامتى تقدم والكلام ده كله، تمام؟ مم. نيجي بقى لموضوع البوينت سيستم، ماشي؟ انت عندك في كل تخصص على نفس الويب سايت ده بيقول لك مثلا انت لو عملت مثلا assisting في عمليات 40 عملية مثلا، بت بتاخد مثلا 5 points، ماشي؟ بتاخد الفول مارك. لو انت مثلا في رينج من 20 ل 30 عملية مش عارفة بتاخد اقل شوية وهكذا. مم. فانت بتشوف الليست دي، على فكرة الليست دي علينا وعلى الانجليز وكل الناس. مم. وبعدين بالحاجات اللي هم يعني مطلوبة منك تحاول تجمع أكبر عدد بوينتس ممكن، تمام؟ مم. طيب هتتحسب ازاي البوينتس او كده، او ازاي هتتجمع عدد البوينتس دي مع امتحان الام اس ار اي؟ امتحان الام اس ار اي ده موجود اللي هو في الانتري بوينت الاولانيه بتاعه النيابه، اللي هو بتاعه سنه اولى نيابه. زي ايه؟ زي الجي بي، زي السايكايتري، زي النيوروسيرجي، زي الاشعه، زي الاطفال برضو. البطنه ملهاش ام اس ار اي، ملهاش الامتحان ده. الجراحة ليها اللي هو الكورس سيرجيكال تريننج. ما احنا اتفقنا ان الجراحة انت ما بتخشش جراحة على طول، انت بتدخل حاجة اسمها كورس مم. سيرجيكال تريننج الأول، مم. طيب تمام؟ لو حد، معلش، لو حد هيدخل من سبيشاليتي على طول برضه يمتحن الام ار اس اي؟ لا لا. جميل. فهو الام اس ار اي للناس اللي داخلين النيابة من الأول. مم. مم. جميل. بس انت طيب. انا حاسة ان انا توهتك، مش عارفة ليه انا تهت لا وانا لا بتكلم لا، انا عموما. فهمت، انا فهمت سريعا برضه علشان الناس. انتوا فاهمين دلوقتي انت عندك. ولا لا؟ عشان يعني لو حد عايزني اعيد حتة معينة بليز. حلو. سريعا برضه ريفيو للناس. انت دلوقتي على حسب انت مكانك فين في التايم لاين بتاعك. انت والله لو هتقدم من الاول هتمتحن ام ار سي اي لبعض التخصصات، وبعض التخصصات لا، زي ام الباطنه اس لا. ار اي حلو. مم. طب لو انت هتدخل على طول على سبيشاليتي، درجه سبيشاليتي اخصائي، مالكش اي الامتحان ده.
صح كده. والبوينت سيستم انت موجود على موقع الدكتور ندى، هتنزله هتقول لك مثلا التخصص الفلاني محتاج تجيب عدد كذا من البوينتس، هتشوف انت الريكوايرمنتس ايه المطلوبه، مثلا زي الجراحه محتاجين كذا عدد عمليات في كذا. صح انا فاهم ولا في حاجه اه اه وقعت؟ اه. وبعدين بقى في نرجع بقى لاخر نقطة بقى، ان في تخصصات ليها انترفيو، تخصصات تانية لا. التخصصات اللي ملهاش انترفيو زي الجي بي والسايكاتري. السايكايتري. اه جميل جدا. بالظبط. طيب خلينا نتكلم على نقطة حساسة اتسألت كتير جدا في الكويشن اللي احنا اسأل. نزلناه. يعني ايه الناحية المادية؟ اوكي، الفاينانشال البروسيس من وجهة نظرك مين ارخص واحسن؟ هل البلاب والطريق ده، ولا من الزمالة على طول نمشي فيه، بحيث ان هو ممكن يختصر ماديا شوية؟ فانت ممكن تتكلمي عن النقطة دي؟ حاضر. اوكي، انا هتكلم عن النقطة دي، وفي سؤالين جم او اكتر من سؤالين ريليتد هو باللي في احنا أسئلة بنتكلم كتيرة يا فيه، دكتور فما ندى. انا فاهمه. بس هما ريليتد بالبوينتس اللي انا بتكلم فيها. البوينتس بتجمعوها، اللي هي بتاعه السكورينج وكده، وانتوا بتقدموا على النيابه، تقدروا تعملوها في مصر عادي. بس again لازم تفتحوا الويب سايت تشوفوا هما عايزين evidence عامل ازاي، عشان الايفيدنس يتقبل يعني. تقدروا ان انتوا تعملوها في مصر. هما بيبقوا عايزين ريسيرش، وعايزين audits، وعايزين presentations، وعايزين teaching experience. ولو تخصص جراحة مثلا ممكن يبقى عايز لوج بوك، سيرجيكال لوج بوك. وهو حتى اللوج بوك بيبقوا عايزينه على ويب سايت معين. فهو الدنيا هتبقى اوضح شويه. انا عارفه ان هي confusing شويه، بس هتبقى اوضح شويه وانس ان انتوا فتحتوا الويب سايت وقريتوا. ولو عندكم اسئله انا برد على طول على انستجرام، ابعتولي يعني. لو خدت سيرجيكال تريننج مش لازم MRCS. لا، انت كده كده هتعمل MRCS، لان هو من الريكويرمنتس بتاعتك عشان تبقى استشاري جراحة بعد كده. فليتس سي دلوقتي انت سجلت في الGMC بالبلاب، وقدمت على كورس سيرجيكال تريننج، تمام. انت مش هينفع تطلع الليفل اللي بعديه، اللي هو بتاع الجراحة العامة او الفاسكولار سيرجري او الاورثو او ايا كان التخصص الجراحي اللي هتقدم عليه، الا لما تكون مخلص MRCS اصلا both parts. عشان كده بقول لو حد دلوقتي مقرر ان هو يا بلاب يا MRCS وكده، وهو متأكد 100% ان هو مش هيشتغل اي حاجة تاني غير جراح، خلاص خليه في الMRCS وخلاص. وعلى فكرة عشان برضو معلومة مهمة، انت لو خلصت MRCS وبعدين سجلت وكده، وليتس سي مثلا جالك تريننج GP وقلت خلاص انا هجرب الGP، كده كده هو 3 سنين وبعدين هبقى استشاري، مفيش مشكلة يعني. محدش هيمنعك ان انت تبقى GP. هي الفكرة ان هو بس انت بتحاول تختصر على نفسك وقت وفلوس، زي ما انت لسه كنت بتتكلم في النقطة دي. الناحية المادية. الفكرة ان البلاب مشكلته الوحيدة ان انت بتضطر تسافر انجلترا، فهو ما بقاش يعتبر رخيص زي الأول. فهي ما عادتش هتفرق قوي. بس زي ما بقولك، عشان توفر فلوس تبقى عارف انت فين بالظبط، يعني ايه الأحسن لكل حد. يعني في ناس هيبقى ممكن أحسن لها البلاب، لأن هما مش متاح ليهم ان هما يسجلوا زمالة دلوقتي عشان هما في الامتياز مثلا، مهم. وعايزين ان هما في سنتين الامتياز دول يعملوا البلاب. وكده كده هما مش هيعرفوا يسجلوا في الGMC لحد لما يتخرج منه. يخلص السنتين الامتياز. مهم. فهو بقى هيقعد بقى السنتين الامتياز دول يشوف التخصص اللي هو عايزه، يعمل بقى البورتفوليو بتاعه، يعمل بقى ريسيرش، يعمل تيتشنج، يعمل اوديتس، يعمل برزنتيشنز، يعمل كل الكلام ده يعني. مهم. فده الكيس دي. طيب واحد مخلص امتياز زي مثلا، وخلاص دلوقتي لسه بيبتدي من الصفر، خلاص هتضيع وقتك ببلاب ليه؟ وانت مهم. عارف ان انت هتكمل في الجراحة بس. جميل. يعني ما نقدر نقول ما فيش ارقام ثابته مثلا زي الزماله الامريكيه اليوزمل، ان مثلا الامتحان الاولاني بكذا على كل الناس، الامتحان التاني بكذا على كل الناس، وهكذا، صح؟ لا، لان عايزه اقول لك حاجه تقريبا، انا مش متابعه قوي بصراحه الاسعار بتاعت كل الامتحانات يعني. بس انا مهم. عارفه البلاب، يعني هو بلاب 1 كان في حدود 250 استرليني، وبلاب 2 في حدود 1000. وبعدين على حسب انت هتسافر انجلترا وقت قد ايه. طبعا المشكله بتاعت سفر انجلترا اتحلت لما بقى في اكاديمي هنا في مصر، بتاعت دكتور موسى صبحي. يعني انا نفسي ذاكرت في الاكاديمي بتاعت دكتور موسى صبحي. هي مهم. جنب القصر العيني، تمام. فمكانها accessible جدا في نص القاهرة، فحتى في ناس من برا القاهرة كانت بتقدر تيجي
وبتحضر كلاسز وكده، والكلاسز اللي هنا زيها زي اللي في هناك في انجلترا، مفيش فرق في الكواليتي خالص. مهم. فده هيوفر مدة السفر اللي قبلها، لأن زمان قبل ما الأكاديمي تفتح في مصر كانت الناس بتسافر تقعد يعني في الأكاديمي دي بالشهر والاتنين، فطبعا ده بيبقى كوست عالي. مهم. خصوصا كمان مع فرق العملة دلوقتي. فدلوقتي انت ممكن تروح انجلترا قبل امتحانك ب10 أيام أو ايفن حتى أسبوع، وعادي ما يفرقش معاك في حاجة. م- فهمتك، جميل جدا. م- طيب خلينا نتكلم بما انك انت فتحت يعني الباب السورسات او الاكاديميه. م- كبلاب 1، تنصحي او انت كندى عملتي ايه من ناحيه المذاكره، من ناحيه السورسز بتاعت م- الكويشن بانك مثلا وما الى ذلك من تفاصيل، ان خلاص انا قررت ان انا ابدا بلاب، فانا محتاج احضر نفسي، اعمل ايه؟ م. خلاص أنا امتحنت OET. تمام. آم، دلوقتي أنا كنت امتحنت من كذا سنة بالظبط، من 2023 شهر 5 2023. وكنت خدت كورس مع دكتور اسمها أشجان، أنا مش عارفة لسه الكورس بتاعها موجود ولا لأ. بس ريسنتلي أنا شفت ريفيوز كتيرة قوي عن دكتور اسمه عبد الله، يعني أنا مشوفش عنه أي ريفيو وحش خالص. بس نصيحتي لأي حد هياخد كورس انجلش يعني، شوف كذا حد، لان انا وارد اشوف حد كويس حد تاني يشوفه وحش. مم. دي نقطة. تمام. تاني نقطة وده الأهم بالنسبة لبلاب 1. بلاب 1 أنا ما عدتش فيه من أول مرة بسبب إن أنا ذاكرت غلط. أوكي. واضطريت أعيده، والإعادة مشكلة بلاب 1 إن هي النتيجة بتطلع بعد 7 أسابيع تقريبا، وعلى ما تطلع بيكون الامتحان اللي بعديه خلاص الحجز بتاعه قفل، فبتضطر تحجز. مثلا يعني أنا ما نجحتش في شهر 5، اضطريت أحجز شهر 11. مم. ما لقيتش ميعاد بتاع في شهر 8، لأن على ما نتيجتي طلعت في شهر 7 كان خلاص الحجز، يعني في ديدلاين للحجز أي امتحان، فالديدلاين عديته، فما كانش ينفع أحجز مثلا شهر 8. فطبعا ده وقت طويل قوي. فعشان كده يعني بتبقى مشكلة بلاب 1 في كده ان هو الدرجة بتطلع بعد مدة. المذاكرة ازاي؟ المذاكرة نحل الكويستشن بانك اللي هو بلابل. تمام. ده السبسكريبشن بتاعه مش غالي، هو ب25 استرليني 5 شهور تقريبا أو 6 شهور. هو في حدود 4000 5000 سؤال كده، وعليه أكتر من 20 موك. دول حلوهم، يعني حلوا اتليست الكويستشن بانك مرتين تلاتة. تمام. ما تعتمدوش ان انتم مذاكرين، لان المذاكرة لوحدها مش كفاية. تحل السؤال سواء حليته صح سواء حليته غلط، تقرا الاكسبلانيشن، وجوجل شيت اسهل حاجة، او جوجل دوكيمنت، عشان تكتب كود السؤال وتكتب اللي انت عايزه، مثلا جملة واحدة كده بتسمرايز فكرة السؤال، عشان لما تيجي في الريفيجن ترجع عادي للسؤال سهل. وبعدين في ميزة، هو لو عشان في أسئلة بتتكرر أو أفكارها بتبقى شبه بعض، فأنت ممكن تحط كذا كود لكذا سؤال والمين ايديا، فأنت كده هتسمرايز الأسئلة كلها مثلا في نص صفحة مثلا. مهم. ده بالنسبة لبلاب 1. وخدت كورس مع دكتور هو شاطر جدا اسمه دكتور أحمد الشريف. ده أنصح بيه جدا لو حد قرر إن هو ياخد كورس في بلاب 1. أنا أعرف ناس كتير نجحت من غير كورس، فالموضوع بيختلف من حد لحد. ولو حد مش عايز يشترك في الكورس على بعضه، ممكن ان هو يشترك في الفاينل ريفيجن بتاع الدكتور. هو الفاينل ريفيجن بتاعه كان كويس قوي، يعني مم. 3 4 ايام قبل الامتحان. بجد يعني لو الواحد دخل بالفاينل ريفيجن بس ومذاكر كل كلمة دكتور قالها في الفاينل ريفيجن، بتفرق كتير قوي يعني، لان بيكفر فعلا المين بوينتس بتاعت الامتحان. مم. جميل جدا. طيب دي من ناحية الأسئلة، من ناحية المذاكرة نفسها، يعني احنا مثلا عندنا في المعادلة الأمريكية في الفيرست ايد أو في كابلن أو كده. ما هو ده بس بالنسبة كده اللي انا قلته. بس كده، يعني هو بس هو ده كده. أساس المذاكرة بس. واو. هو كده. حلو. يعني تحل الأسئلة وتاخد نوتس أو كده من الاكسبلينيشنز وشكرا على كده، صح؟ اه بالظبط. في ناس بقى اللي ما خدوش، وانا خدت كورس مع دكتور احمد. الناس بقى اللي ما خدتش كورس، كان في ويب سايت تاني اسمه كلاب كيس، ذاكروا برضه من عليه، ده عليه نوتس. مم. فعلى حسب بقى. ال... طيب الاوبشن دي بعيد، هل في حاجة فور فري مثلا لو حد هو مش مستعد يدفع دلوقتي؟ تقريبا في ويب سايت اسمه جيكي ميدكس، ده عليه فري ريسورسز لكلاب 1.
فده مش ما اعتقدش ان هيفرق قوي، لان انا قبل كده حليت بتهيألي شويه من جيكي ميدكس، ما حسيتش ان هو فارق قوي. هو منهج معروف على فكره، فدي ميزه، ومنهج صغير، يعني هو مش زي ستيب 1 المنهج الفيرست ايد قد كده يعني. لا هو مش كده خالص، يعني انت هتلاقي التشابتر بالفيرست ايد قد 10 تشابترز في بلاب 1 يعني بدون مم. مبالغه. آه، انا حاسس ان في شباتة في الموضوع، بس تمام. بالظبط طيب. كده. مم. حلو جدا. انا امتى اقول لنفسي ان انا مستعد اخد الامتحان؟ دي اكتر حاجه بتواجهنا بشكل عام، ان هو طب انا متردد خايف قلقان. ده اول تجربه بالنسبه لي، فامتى يعني اتوكل على الله واقول خلاص انا دلوقتي مستعد احجز الامتحان او ان انا ادخله؟ بالنسبة لامتحان الإنجليش ال OET، هتبقى جاهز لما، على حسب انت اوريدي مستواك فين في الإنجليش. لو الموضوع محتاج وقت، يبقى نصيحتي لأي medical student بيتفرج عليا يعني start improving your English، عشان ده هتحتاجه وانت بتذاكر للإنجليش، وهتحتاجه تاني في بلاب 2، لأن بلاب 2 جزء كبير جدا منه هو language assessment على فكرة. مهم. فهيفرق جدا الإنجليش. مهم. ده بالنسبة للجزء بتاع الإنجليش. الجزء الميديكال بقى بتبقى جاهز لما بتكون خلصت الكويستشن بانك، سواء على فكرة بلاب 1 سواء بلاب 2. يعني لازم تكون مخلص كل حاجة عشان تبقى جاهز فعلا تدخل الامتحان. فدي ممكن بتختلف على حسب وقت كل واحد. في ناس بتخلص في شهرين، وفي ناس بتخلص في سنة. يعني أنا مثلا بلاب 1 خد مني وقت طويل، يعني عشان أنا منجحتش فيه من أول مرة. فانا قعدت اذاكر بلاب 1 ده تقريبا سنه تمام. بس بلاب 2 بقى عوضت فيه، ذاكرته في 3 شهور. ما شاء الله، جميل جدا. بس. طيب. طيب، انت قلتي معلومة حلوة انك انت مثلا، او حاجة كويسة انك انت ما عدتيش في بارت مم. 1 او بلاب 1 علشان مجموعة حاجات بتذاكري فيها غلط، او حاجات غلط كنت اه بتعمليها. ممكن تكلمينا عن الحاجات الغلط اللي انت عملتيها بحيث ما تتكررش؟ وده الهدف الاساسي من اللايف، ان أم- الواحد ما يكررش الاغلاط بتاعت أيوة. غيرنا. اوكي، انا ما نجحتش ليه من سبحان اول مره؟ الله، نفس السؤال. عشان ده فعلا سؤال مهم جدا. عشان ما خلصتش الكويستشن بانك خلصته مره واحده وما رجعتش عليه. ده السبب. انا حتى ما سقطتش بفرق كبير، يعني هو كان السكور المطلوب 117 في الامتحان ده، انا كنت جايبه 115 يعني أوه. مش فرق كبير. ده مكتين يا سعيدين. ايوه، بس الدرجتين دول كلفوني 6 شهور من عمري. صحيح، حقيقي. طيب، بالنسبة لبارت 2 أو بلاب 2، ممكن تحكي لنا عن السورسز بتاعته؟ آه، اوكي، بالنسبه لبلاب 2، هو العملي الجزء البراكتيكال قلت طبعا لازم اكاديمي، عشان بيبقى فيه جزء procedures زي الكانيولا والحاجات دي كلها، فبتحتاج ان انت تبراكتس على مانيكن، لان انت في الامتحان مش بتعملها على انسان، انت بتعملها على مانيكن تمام. مم. فده بالنسبة للجزء بتاع الأكاديمي ليها جدول أسبوع واحد بيكفر فيه كل البراكتيكال. يعني أنت ممكن بجد تخلص البراكتيكال ده في أقل من 3 أسابيع. لو مم. أنت بتحضر الكلاس بيبتدي من الساعة 10 أو الساعة 11 بيخلص الساعة 5، فتقعد كده يعني خلاص رميت كل حاجة بره وقاعد مركز، وبتاخد النوتس بتاعتك، وهم اوريدي بيدولك على فكرة نوتس. يعني انا ما خدتش نوتس وعادي ما لقيتش كلمة زيادة عايزة ازودها، اوريدي في نوتس هو دكتور مو عاملها، فدي كانت كويسة قوي. وهو مم. مكانه في القاهرة، والمفروض ان هو هيفتح في اسكندرية. وفي دول عربية تانية زي الأردن وزي كده، فهوبفully يكون الأكاديمي accessible لكل الناس. ده أول سورس بنذاكر منه. طيب في مم. جزء بقى theoretical. الجزء الثيوريتيكال بقى، ده بقى على حسب كل واحد والبريفرنس بتاعه. بس انا يعني عشان ده مش دعاية لحد، فانا هقول الناس اللي هم commonly يعني بتشوف لهم ريفيوز كويس. اول حاجة، في دكتور سحر. دكتور سحر علي ليها اوريدي فري موكس بتعملها، حتى الناس اللي مش مشتركة في الكورس تقدر ان هي تدخل في الفري موكس وتعمل. والدكتور بتدي لها فيدباك على البرفورمانس بتاعها، لان نظام بلاب 2 انت بتدخل الستيشن تمام، وبتقعد مع البيشنت 8 دقايق. انت المفروض في ال8 دقايق دول تفاينلايز التاسك بتاعك. التاسك بتاعك هيكون ممكن بينفولف مثلا هيستوري تيكينج،
وبعدين ممكن بتفيربلايز ان انت هتعمل اكزامينيشن، بس انت في الحقيقة انت مش بتعمل اكزامينيشن خالص. تمام. مهم. بيديلك الفايندنجز في ورقة، ولو في اي سي جي او حاجة بيديهولك برضه. تمام. وبعدين بتعمل بقى المانجمنت بلان بتاعتك. على فعشان ريال كده بيشنت صح؟ انت بتبقى قاعد بتكلم بيشنت زي ما انا بكلمك كده دلوقتي. مهم. تمام. فده بالنسبة لبلاب 2، فهي اوريدي بتعمل ده اونلاين على زوم كل اسبوع مرة او مرتين في الاسبوع يعني. وممكن توتال بيبقى يعني بتعمل السيشنز دي كذا مرة يعني في الشهر. وده فور فري، يعني مش لازم تكون مشترك في الكورس عشان تدخل معاه سيشن زي دي. فدي حاجة كويسة. سواء تشترك معاه او لا. I suggest ان ده سورس كويس الواحد يعني يذاكر منه ويستفيد، حتى لما يتفرج على زمايله في الزوم ميتنج ده وهم بيعملوا الستيشن كاملة 8 دقايق، يشوف اخطائهم فين مهم. عشان ما يعملش زيه. تمام. فده سورس. في كورس تاني اسمه بلاب كابسولز. دول ناس كتيرة شكرت فيهم، انا عن نفسي ما جربتهمش فما اعرفش بقى. تالت سورس بقى برضو دكتور مو صبحي عنده already theoretical course. انا ما شفتش ال theoretical course بتاعه فما اقدرش احكم. فانا نصيحتي شوفوهم كلهم وشوفوا انتوا هترسوا على ايه وهتستقروا على ايه، لان مشكلة بلاب 2 الوحيدة ان الكورسات غالية شوية، لان الكورسات كلها ما بتبقاش بالجنيه المصري، هي بتبقى بالاسترليني اكتر. ف... مهم. فهو عشان كده الموضوع بياخد وقت. بس الكورس مش هيفرق قوي، لان اللي هيفرق البراكتس. لازم يبقى عندك ستادي بارتنر من الاول، تعملوا براكتس مع بعض الثمان دقايق كل يوم، اتليست ستيشن او اتنين في اليوم اتليست. واهم حاجه انك تشوف الباست اكزامز وكده. هتلاقوا انستجرام اكاونت اسمه FY2 لندن. ماشي، هكتبه لكم اهو عشان ما انساش. دول بينزلوا اوريدي كل امتحان بيجي جت فيه كيس ايه. مهم. وطبعا تشات جي بي تي برضه يعني ممكن تبراكتس مع تشات جي بي تي. انا عملت بالمناسبه، اسف على المقاطعه، عملت بن للاكونت اللي هو اف واي لندن، لندن. اف واي 2 لندن. اه. اوكي، بحيث ان الناس تستفيد منه برضه. طيب انا اسف على المقاطعه، كمل. مم. بس لا خلاص، هو ده بالنسبة لبلاب 2. حد فيكم عنده أسئلة بالنسبة للأسئلة بتاعت بلاب 2؟ طيب خليني انا اسالك سؤال. انا عندي سؤال. ايه اهم الاخطاء اللي انت سمعتيها او الناس اللي حذرتك منها قبل ما تدخلي؟ أهم الأخطاء بالنسبة كبلاب لبلاب 2، 2. بلاب 2. اه. قالوا لي ما تتوتريش. لأن في الأول في الآخر هو الامتحان بيعتمد على الكوميونيكيشن سكيلز أكتر من أي حاجة تانية. فدي مهم. أول حاجة الناس نبهتني ليها. تاني حاجة الناس نبهتني إن أنا لازم أبراكتس مع ناس مختلفة. ولازم ان انا ما ثبتش شخص واحد واحد ابراكتس معاه، عشان خاطر انا في الاول في الاخر ببراكتس مع حد اوريدي هو مش منتور، مش كواليفايد ان هو يدرس لي بلابتو او حاجه. احنا بنبراكتس اصحاب، بنبراكتس سوا او زمايل بنبراكتس سوا. فوارد ان يعني ان انا اوصل لمرحله بلاتو مع الشخص ده، لان هو المعلومات اللي عنده خلاص انا خلصتها. فانا مهم. الاحسن ان انا اغير الستادي بارتنر، مش شرط اغيره يعني، بس يبقى عندي اكتر من ستادي بارتنر في نفس الوقت. مهم. وبرضو ايه تاني، تالت نصيحة كانت كويسة قوي معايا، ان انا اتشيك الاسئلة القديمة لازم. يعني اف مهم. واي 2 لندن ده ناس نصحتني بيه. تشات جي بي تي برضو انا جربته برضو كان كويس. يعني على الاقل اداني ستادي بلان اذاكر عليها فكانت كويسة. مهم. جميل جدا. طيب خليني أسألك سؤال مقارنة بأمريكا. في ناس كتير بتحضر ستيب 1 مثلا من باب إن هي تفرش المعلومات، أو من باب إن هي أنا مش عاوز أدخل أمتحن، أنا بس عاوز آخد مع سورس معلومات كويس بحيث حياتي العملية حتى لو هكمل هنا في مصر. هل بلاب حاجة زي كده مش كبلاب 1؟ هتفرق لان هو المنهج مش كبير. انا فاهمة قصدك، بس لا، مش هتفرق. هو الأحسن والأسهل اللي ماشي في طريق إنجلترا يinvest في الإنجليش. مهم. ده أهم حاجة. مهم. طيب جميل. آه،
قلت ستيب 2 او بارت 2 معلش، انت خلصتيه في 3 شهور، هل ده رينج الطبيعي ولا انت عشان مثلا كان معاكي بيس كويس قوي عرفت انك انت تخلصي في مده قليله؟ اه عشان البيس كان كويس، لان انا كنت مذاكره بلاب 1 كويس، ده انا قعدت سنه اذاكر فيها اصلا. ذاكرتي مرتين؟ خلصت جايد لاينز انجلترا بقى خلاص، مفيش حاجه اذاكر ايه تاني. ده انا اصلا على فكره في خلال السنه انا فاكره ان مره دكتور احمد شريف كان بعت ابديت على الجروب بيقول الجايد لاينز اتغيرت في الحاجه الفلانيه، يعني انا في وسط السنه دي حضرت ابديت للجايد لاينز، يعني قعدت كتير. ان شاء الله. طيب الطبيعي كام يعني عشان انت مثلا بيزد اون على انك انت عندك اكسبيرينس كويسه في بارت 1، فالحمد لله خلال 3 شهور الطبيعي كام؟ الطبيعي مش اكتر من 5 شهور. مهم. يعني بس اكتر من برضو خمس مش شهر، شهور يعني اه مش شهر ولا 5 شهور، يعني حاجة في النص ده كده. رينج ده. طيب جميل جدا. خلصت انت بارت 1 وبارت 2، كندا ناوي تعمل ايه بعد كده؟ ناوي اقدم على تريننج ان شاء الله السايكل دي، امتحن بقى MSRA، ما انا ده بقى خدت له كورس بقى، فان شاء الله اللايف الجاي بقى اقول لكم يعني عملنا ايه رأيي ايه في في ال MSRA. جميل جدا. طيب اللي ما يعرفش الدكتورة ندى، هي اوريدي حضرت ماستر من فرنسا، هو ماستر انا اول ما بسمع عنه الصراحة. اونلاين تقريبا او اه حاجة زي كده كوربت، مش فاكر بالظبط تفاصيل. فممكن تحكي لنا عن الماستر ده تفاصيل عنه، وهل هو افيلبل لاي حد مخلص امتياز؟ بداية قلت اونلاين، فهل ممكن اعمله هنا من مصر ولا اه لا؟ اه وليه فرنسا اصلا؟ وليه قررت انك انت تاخدي يعني دولة ثالثة غريبة خالص، بلغة غريبة، بحاجة غريبة خالص؟ اوكي. هو اوريدي من ضمن البوينتس في النيابات في انجلترا، لو عندك بوست جراديويت ديجري ده ممكن بيزود بوينتس، تمام. مهم. فانا لقيت ان اوكي ما اعمل ماسترز، بس انا ما عنديش التفرغ ان انا اعمل ماسترز. فا اوريدي كان حد من صحابي هو عايش في فرنسا يعني، فقال لي ندى احنا في عندنا هنا في فرنسا من ساعة الكوفيد نظام الدراسات العليا اتغير، يعني بالنسبة للماسترز، يعني ان هو بقى عادي ان حد يعمل ماسترز اونلاين، ما بتفرقش خالص عن الماسترز في قلب الجامعة هناك. فقلت perfect, this is what I need، تمام. فقعدت ادور فلقيت بقى نيورو ساينس في جامعة بوردو، وبالصدفة بالصدفة جدا لقيت البروجرام بالانجلش. انا كده كده ما كانش فارق معايا انجلش من فرنش لان انا اوريدي بتكلم فرنش. ما شاء الله. بس قلت خلاص يعني تمام بالانجلش، تمام كويس وكل حاجة. لقيت ان هو كله اونلاين، وحتى ما كانوش طالبين ان انا اروح هناك امتحن، لان بعض البروجرامز في فرنسا بيطلبوا ان انا اروح هناك امتحن. بس لا، هم ما كانوش عايزيني في اي حاجة خالص غير ان انا احضر المحاضرات بتاعتي واخلص الاساينمنتس، ووقت الامتحان اكون مفضية نفسي وقت الامتحان عشان بمتحن وبأبلود الامتحان يعني بعد ما بحله، والقصص دي كلها يعني. مهم. آه بالنسبة بقى للبروجرام ده تحديدا في جامعة بوردو، هو أصلا مطلوب فيه إن يكون في عندي research internship، تمام. مهم. فأنا عملت research internship دي في إنجلترا. قعدت 6 شهور في إنجلترا بعمل research. كان ممكن أعمله في مصر لأن في already مؤسسات research كويسة في مصر، زي مستشفى 57، زي جامعة زويل، زي أكيد حتت كتيرة يعني أمشور مهم. إن في مصر. بس أنا كنت حابة أسافر إنجلترا ال6 شهور دول عشان اشوف المعيشة هناك في انجلترا ايه الاخبار، لان انا بدأت في ال6 شهور دول قبل ما امتحن بلاب 1 اللي هي المرة اللي انا ما نجحتش فيها دي. ما هو ده برضو يعني اثر على ان انا ما نجحتش، لان انا ما كنتش لسه عندي السكيلز بتاعت التايم مانجمنت وقتها. فانتوا برضو استثمروا ان انتوا تتعلموا التايم مانجمنت يعني، مهم. ده في اي مهم. باثواي مش بس انجلترا يعني. مهم. جميل جدا. بس. مم. طيب حلو. انا كنت سمعت ان الماستر ديجري في اوروبا مختلف عن الماستر ديجري هنا، ان الماستر ديجري اكاديميك اكتر من ان هو فكره كلينيكال، او انه حاصل على الماجستير والقصص اللي احنا بنشوفها هنا على اللوح الاعلانات بتاعت الدكاتره. اه حاجه اكاديميك شويه، بالذات ان نيورو ساينس انت التارجت بتاعك سيرجيكال، ليه؟ ما هو انا كنت عايزه اقدم على نيوروسيرجي، فماسترز في النيورو ساينس هتزود لي بوينتس هناك في انجلترا. مهم. دي حاجه. تاني حاجه وده الاهم، ان فعلا الماسترز هناك في اوروبا يعني، واعتقد
في امريكا مش بيرقيك ان انت تبقى اخصائي. اخصائي. يعني مم. هو الماسترز دي حاجه زياده اكاديميك، يعني اكاديميك. هم يفصلوا ما بين الكلينيكال. يعني انت عشان تبقى اخصائي لازم تكون قضيت عدد سنين معينه وامتحانات معينه، زي مثلا الام ار سي اس. على فكره الام ار سي اس لما هناك بيمتحنوه بعدها بيبقى فعلا على ليفل اخصائي يعني. مهم. تمام. وبتبقى بالبورتفوليو برضه. يعني انت لازم تكون مثلا عامل عدد publications معين، لازم تكون عامل عدد presentations معين. ده عشان يرقيك تبقى أخصائي. ده بالنسبة لإنجلترا وبالنسبة لألمانيا وبالنسبة لأوروبا عموما بشكل عام. الماسترز دي بقى حاجة اكسترا. لو انت بقى عايز بعد كده مثلا تبقى بروفيسور زي أستاذ الجامعة عندنا، فانت بتخلص ماسترز وبعدين ممكن بتعمل بي اتش دي أو ام دي، وبعدين خلاص بتبقى بروفيسور بقى. مهم. جميل. طيب، انت قلت ان الفرصه دي او الماستر ده عن طريق حد، يعني باي كونكشن. انا او غيري مثلا من الناس ممكن ادور فين او ممكن الاقي فين لو حبيت ان انا اخد ماستر مثلا في فرنش في اي مكان؟ كان في ويب سايت برضه هبقى اشوفه لكم. ده كان دكتور نجيدة قايل عليه. ده مجمع كمية بروجرامز كتيرة جدا من على مستوى العالم، مش بس في أوروبا أو في أمريكا أو كده. يعني أنت حتى even وأنت بتسيرش ممكن بتسيرش بالبلد أو بتسيرش بالتخصص. لأن وارد إن يكون حد عايز يعمل ماسترز كحاجة أكاديميك ومش في النيورو ساينس. يعني مثلا في مثلا في إنجلترا بروجرامز للجراحة، ماسترز بتبقى سنة. هي إنجلترا الماسترز بيبقى سنة، فرنسا بيبقى سنتين. فأنا عملت الماسترز بتاعي سنتين. مهم. حتى الميزة إن كان أونلاين، إن أنا أول سنة دي كنت أنا بعملها وأنا في الامتياز. يعني أنا كنت ببقى قاعدة في النايت شيفت كده، وكنت قاعدة هو عادي بخلص تقدم assignments. عليها وانت في اه الامتياز؟ من وانت اصلا في اخر سنة جامعة. لان مهم. انت بتبتدي الدراسة في شهر 9. فانت فانت الابليكيشن بيفتح من قبلها بسنة او قبلها بست سبع شهور او كده. فانت حتى بتجيب لهم ترانسكريبت مبدئي وبس. هو ده اللي انت بتقدم بيه، مش محتاج شهادة تخرج وانت بتقدم. بعد ما بتتقبل بقى بتديلهم بقى شهادة التخرج وكده لما بتطلع يعني. بس. طيب، هل الشهادة دي فرقت معاكي في حاجة هنا في مصر باعتبار إن هي ماستر، لا ولا ولا في اي مصر حاجة. ولا حاجة؟ بليتها وشربت ميتها عادي يعني. طيب، كدكتورة ندى ما شاء الله عندها اكسبيرينس من أماكن مختلفة جدا. يعني هي ما شاء الله خدت تريننج في السعودية برضو، في سعود جيرماني، وبعد كده في مصر هنا كدراسة وكريزيدنت في سعاد كفافي في بريطانيا خدت ماستر. كدكتورة ندى، المالتي كالتشرز دي بالنسبة لك ايه يعني؟ ايه الفرق اللي انت لاحظتيه؟ ايه المميزات اللي انت لقيتيها هنا مثلا في مصر مش موجودة بره مصر، او العكس؟ يعني هو غالبا يكون العكس بس لا، خلينا ليه يبقى العكس؟ ما كل ما كان فيه مميزاته. بص، هقول لك الاماكن في مصر بتختلف جدا. ما ده اللي انا لاحظته. انا قلت لك في اول اللايف ان انا لما اتاخرت عن الامتياز اسبوعين، الجامعه مشكورا، انا مش بقول كده عشان انا بشتغل في الجامعه دلوقتي بس، لا ده بجد يعني. الجامعه خلتني ابتدي امتياز. مثلا مهم. انا اعرف حد من زمايلي جات له نيابه في القصر العيني وضاعت من عليه بسبب ان هو ملحقش يخلي من التكليف ويروح يستلم النيابه بتاعته. ففي مصر فعلا لو لقيت مكان سبورتيف ليك والكلام ده كله، يعني ما تسيبوش بسهوله يعني. لان حته ان انت تلاقي المكان كويس، مكان بتقدر ان انت تتعلم فيه، مكان بتستفيد بيه، ان انت حواليك اساتذه غالبا كلهم سافروا. يعني اغلب الاماكن دلوقتي هتلاقي في اي مستشفى، بغض النظر هي مستشفى جامعة او لا، هتلاقي دكاترة مخلصين مثلا ام ار سي اس، سافروا فترة المانيا، سافروا امريكا، سافروا ايا كان. فانت استفيد بقى من خبرات الناس دي، وازاي هم بقى يعني بقدرة قادر كده. أنا مش عارفة عملوها ازاي. يعني شايفين هنا مفيش سيستم، عارفين يتعاملوا مع ده بمنتهى التلقائية جدا. ده العكس، ده هم واخدين علمهم اللي اتعلموه بره وبيجيبوه هنا. جابوا هنا، اه. وانت رحت يعني أنا خدت فترة فاونديشن ف- بروفيسور مجدي يعقوب وشفت ده بعينك ان هم يس. كلهم
عملوا لنفسهم كده سيستم، حتى لو هو مش زي السيستم بتاع انجلترا 100%، بس عرفوا يتصرفوا. مهم. فده اللي انت تستفيده في مصر، ان انت تتعلم حاجة مش عند الاجانب خالص. مهم. حتة ان هو ان احنا كمصريين عامة، احنا مش بنبانك، احنا بنيجي بنلاقي المشكلة كده داخلة علينا، ولا بنقولها اهلا وسهلا، بناخدها بالحب. ده احنا نضحك ونهزر فيها والدنيا زي الفل بالنسبة لنا. بنمشي زي الفل. ما يتقلقش علينا ابدا. جميل بس جدا. طيب التغييرات دي يعني في مثلا هل ما حسيتيش ان هي كتضييع وقت او عمر، اللي هو ليه اللف ده كله، ما خلينا هنا في مصر بس او في تراك واحد وخلاص وشكرا. عشان هي دي الحياة، ما هو انت لازم تستثمر في نفسك، وتشوف كذا حاجة، وتشوف ايه اللي هينفع يعني، ايه اللي هينجح يعني. مثلا انا برضو في حاجة نسيتها، ان انا خدت تريننج في مستشفى 57 في الريسيرش ايام السنة الاولانية بتاعتي بتاعت الماستر. بسبب ان انا كان امتيازي وقتها في القصر العيني، فكنت عايزة حاجة قريبة يعني، واستفدت واتعلمت جدا. فحتى لو الماسترز ده بليته وشربت ميته هنا في مصر، لان هو يعني حتى الناس مش فاهماه، يعني هو يقولوا لي ايوه يعني انت هتعملي ايه وانت نيورو ساينتست، يعني انت اهلا وسهلا بتعملي ايه. ف بس انا اتعلمت معلومات، اتعلمت حاجات كتيرة. سواء حتى ما كنت لو في السنة التانية ما كنتش سافرت انجلترا، خدت ريسيرش for any reason، وكنت مثلا عملت ريسيرش هنا في مصر، طب انا في الاول في الاخر عرفت حاجة ما كانتش معلومة بالنسبة للناس، ان لا، في ريسيرش في مصر وفي ريسيرش كويس، واللي فعلا بيدور بيلاقي. فده خلاصة اللف الكتير، ان انا اتعلمت ان انا ادور على الحاجة، مش 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 تنتظر هستنى كده لما واقعد. تيجي. مهم. جميل. طيب هل لو رجع بيك الزمن، هل هتاخدي نفس البروسيس دي يعني بعد ما انت خلاص خدتيها؟ احنا من على نظريه جده علي، الدكتور علي حسيب بيقول لك نظريه الهليكوبتر. انت لا خلاص انت في الهليكوبتر دلوقتي وشايفه البروسيس كلها، سواء في بريطانيا او في فرنسا او اي وات ايفر الاماكن اللي انت لفيتيها ما شاء الله، هل هتعيدي نفس كل حاجه تاني، ولا انت شايفه حاجات ممكن لا بلاش منها؟ هعيدها تاني لسبب واحد، لان انا ما عدتهاش مش هتعلم الدروس دي. مهم. بس جميل. يعني هو دي الفكرة، ما هو ده يعني للثمان اشخاص اللي ما عملوش لوج اوت من ساعة اللايف ما بدأ، احب اقول لكم شكرا طبعا على وقتكم. والناس اللي دخلت جديد ثانك يو طبعا. بس يعني اهم حاجة في اللايف ده، سيبكم من كل اللي فات والامتحانات، لان كل الطرق بتنجح. اللي هيكمل في مصر هينجح، اللي هيسافر السعودية هينجح، اللي هيسافر انجلترا هينجح، اللي هيسافر فرنسا هينجح، اللي هيسافر امريكا هينجح. مش ده القلق. القلق على حاجة واحدة، ان هو ما تكونش خسرت نفسك في البروسيس دي كلها. يعني ما هو يا فرحتي انك دكتور ناجح، بس مكتئب، ماشي على انتي ديبريسنس، بسبب ان فعلا نفسيتك مع الوقت اتدمرت، فبقيت محتاج مثلا ان هو يعني الموضوع بقى مؤثر عليك وعلى حياتك يعني. مهم. بس فاهم طيب قصدي؟ فهمتك. طيب خلينا يعني نعمل موديفيكيشن للسؤال. هتغيري ايه يعني، هتمشي نفس التراك بس ايه الحاجة اللي ممكن تاخديها بطريقة مختلفة او تعمليها بشكل تاني؟ اوكي. ده سؤال حلو قوي. آه اللي هاخده بطريقة مختلفة، مهم. ان انا كنت هركز ان ايام الجامعة ان انا اذاكر احسن. دي نقطة. وكنت هركز على الريسيرش ايام الجامعة، مهم. لان لو فعلا كنت بدأت في الريسيرش من ايام الجامعة، كان وفر عليا وقت كتير. دلوقتي انا بصراحة كنت اولى بيه نفسي اعمل اي حاجة تانية. مهم. بس. وبالمناسبة دي يعني كذا حد لما بيسألني ان انا مثلا في سنة تانية في سنة اولى في اكاديميك يعني بشكل عام حابب ان هو يبدأ تراك معادلة ايا يكن هو ايه، بقول له في الاول اتعلم الاساسيات. من الاساسيات دي لازم تاخد ريسيرش، هتسافر امريكا هتسافر اي حتة هتقعد في مصر الريسيرش اساسي بالنسبة لك. فدكتور ندى بتأكد على نفس البوينت ان لو الدنيا رجعت بيها ايه الحاجة اللي هتغيرها هتعملها في موديفيكيشن، هي ان هي تتعلم ريسيرش بشكل تاني اكيد هيختصر عليها في التراك ده. كتير طيب كتير. مم. آه،
خلينا نسأل يعني احنا قبل نخلص باي ذا واي، معلش ان انا طولت عليكي لا في والله انا في اللايف ده. تمام. انا بعدين يعني لو في اي اسئلة تانية feel free ان انت تقولهم يعني. جميل جدا. مين الشخص او يعني الكاركتر بالنسبه لك ايه اللي اتغير فيكي من اول رحله واخر رحله؟ يعني إيه الحاجه اللي هو انا عامل حسابي ان انا مثلا دايما عارفين ان المجال الطبي سوشيالي بيبقى اوف عن الدنيا وعن الناس دي. هل الحاجات دي بالذات كبنت، يعني انا عارف ان البنت بيبقى اهتماماتهم مختلفه شويه كشباب، آه الحاجات دي ما اثرتش فيكي؟ ان هي ممكن تبعدي عن الناس، تبعدي عن السوشيال وورك زي ما بيقولوا، الحاجات دي بالنسبه لك ايه؟ بص، ما هو فعلا الواحد بيتغير. ماشي، وهبقى كدابة لو قلت لك ان الواحد ما بيتغيرش. بس احنا ليه رابطين ان التغيير ده بيبقى تغيير بحاجة وحشة؟ بمعنى انا دلوقتي مثلا بشتغل في المستشفى، انا وريتك جدولي مم. ماشي، انا بشتغل تقريبا في حدود 100 ساعة، 100 ساعة في الشهر الاسبوع. كله. 100 ساعة في الاسبوع ماشي. وبشتغل شيفت يعني يوم 24، وبيخلص ال 24 من هنا ببتدي الشيفت اللي بعديه بيخلص الساعة 3 يعني واليوم اللي بعديه بيبقى 24. يعني انا لسه والله بجد او اول امبارح تقريبا كنت انا هخلص شغل الساعة 3، فقلت طب وانا هروح ليه؟ ما انام في المستشفى اسهل، لان انا بكره هاجي تاني الساعة 8 الصبح وهبتدي شيفت 24 ساعة. يعني انا حتى لو عندي اوبشن ان انا اروح، انا بقيت بكسل اروح. مهم. فانا عارف المستشفى عايشة فيها، انا نسيت شكل بيتي عامل ازاي، وانا لسه اهو في اول شهر في النيابة. ف... فانا دلوقتي مثلا قاعدة دلوقتي في اللايف ده رايقة، مش متضايقة، مرتبة وقتي. بكرة الصبح هنزل أخرج مع أصحابي لأن بكرة عندي أجازة. ف it makes you appreciate life more. الحاجات اللي انت you take for granted واللي انت بتفتكر ان هي العادي انها تكون موجودة، لا، هو مفيش حاجة العادي انها تكون موجودة. علاقتك بأهلك هتتغير، بس انت الشطارة ان انت تحاول تحسن علاقتك بأهلك، لان هم دول اللي باقيين لك. صحابك اللي من زمان اللي هم يعتبروا جزء من عيلتك، دول برضو مهما إن الحياة خدتكوا لازم تحاول على قد ما تقدر ان انت تعمل وقت ليهم. فانت بتبتدي ان انت كمان تهتم بصحتك. يعني انت فاكر طبعا كنت بنزل ستوريز كتير في الجيم والكلام ده كله، واكشلي في ناس قالت لي ان هم بدأوا يروحوا الجيم برضو وبدأوا ينفست في صحتهم. فانت بتتغير ان انت بتبتدي تدخل تشالنج مع نفسك، اللي هو انا ازاي هطلع احسن شخص ممكن من كل التغييرات دي كلها يعني. مهم. بس بالنسبة بقى عشان موضوع البنت، وطبعا احنا في مجتمعاتنا شوية عندنا expectations على البنت ان لازم هي مثلا بتتجوز في وقت معين، بترتبط بوقت معين، مش عارف ايه الكلام ده كله. يعني هو عادي بتحصل ان هو ممكن اكون ما قابلتش الشخص المناسب، او وارد اكون قابلت الشخص المناسب بس ما كملناش او ما اتفقناش او ايا كان. فكل حاجة بيبقى ليها وقتها. فانا في المرحلة دي مش هقولك ان الصح ان البنت او الولد على فكرة ان هو يقفل على نفسه ويقول الشغل. هو في الاول وفي الاخر الطب شغلانة زي اي شغلانة، مش هو محور الحياة. ما تخلوش الطب ده محور الحياة، ولا الامتحانات ولا اي حاجة. اعملوا اللي نفسكوا فيه. انزلوا اخرجوا في الوقت اللي انتوا ينفع تخرجوا فيه. روحوا الجيم. اهتموا بصحتكم. كلموا اهلكم، كلموا صحابكم. اصل كل الوقت اللي بيعدي ده عمركم. فالعمر لما هيضيع مش هيجي زيه تاني. وبعدين انا اسفه، ربنا يطول في عمرنا كلنا وكل حاجه، بس لو حد مات فجاه هو هيعين نايب تاني مكاني عادي. لو انا ما روحتش الشغل بكره، هو مبدئيا الشغل مش هيتاثر لان انا لسه جونيور ماشي، فهم مش محتاجيني في حاجه. بس حتى لو هيتاثر، ما هيجيبوا دكتور غيري هيكفر. فانا بقى فين بقى من القصه دي كلها؟ فاهم قصدي؟ اه فهمتك، جميل جدا. اه. بصراحة يعني انت جمعت كل الأسئلة اللي كنت ناوي أسألها في الوقت بتاعك ما شاء الله. طيب خلينا السؤال اللي قبل الأخير، بعد كده نشوف الأسئلة اللي اتسألت. اللي اتسألت، مش عارف صوتي ماله.
اللي اتسألت في اللايف. هل شايفة ندى هل هي هيرو في النقطة دي، بحيث انك انت رغم المشاكل او رغم البروسيس الطويلة والفيل اللي حصل في بارت 1، ولا دي ممكن اي بنت بالذات كفكرة الفيميل؟ انا في ناس كتير بنات بتبعت لي اللي هو انا بنت، هل السفر مناسب ليا، هل مش عارف ايه، هل ايه كدكتورة فيميل عرفت ان هي تسافر لوحدها، يعني تخوض تجارب لوحدها، بالذات فكرة الفيل بالنسبة للبنات إلى حد ما حساس أكتر بالنسبة للولد اللي هو خلاص تمام نشوف اللي بعده. يعني هل الحاجة دي بالنسبة لك شايفاها إن أنت هيرو فيها عشان عديتي منها، ولا ده ممكن أي بنت تعمل نفس الحاجة؟ هو اي بنت فعلا هتعرف تعمل اللي انا عملته واكتر كمان يعني، وده مش تواضع صدقني. بس هي الفكرة كلها ان كان سهل عليا ان انا استفيد من خبرات الاكبر مني، لان انا يعني اتعودت على ده من زمان. يعني دايما اتقال لي اسمعي خبرات اللي اكبر منك. فعشان كده كنت دايما حتى عندي صحاب اكبر مني وكده، فشفت من خبراتهم ان فعلا لما هم سبقوني وسافروا وكده، ومنهم على فكرة يعني بنات فضلوا مش عايشين في مصر، او يعني ما شافوش اهلهم، ممكن بالسنة، ممكن بيقعدوا بالسنة ما بيشوفوش اهلهم، وبيبقوا completely لوحدهم، وهم عرفوا يبنوا لنفسهم حياة واهل وصحاب هناك، سواء اتجوزوا او لا. على فكرة ملهاش علاقة. هو الاهل والحياة والسوشيال لايف يعني بيتبنوا مع الوقت، لما الواحد يحط نية بس ويبقى بيحاول حتى ان هو يحسن من نفسه. يعني كلنا كبشر فينا عيوب، تمام، بس ما ينفعش ان انا اتوقع ان الناس تستحملني وانا ما استحملهمش مثلا. يعني لازم تبقى العلاقات هات وخد. ده بقى بين الصحاب، ولدين او حتى ايفن بنتين، او حتى ايا كان نوع العلاقة ايه. مهم. فاي بنت هتقدر تحقق اللي انا عملته وبزيادة كمان. يعني انا I'm sure حتى لو في ناس بتقولي احنا شايفينك يا ندى ان انتي رول موديل عشان واحد اتنين تلاتة، انا اؤكد لكم ان يعني اي حد هيقدر يعمل اللي انا عملته، مش عشان اللي انا عملته قليل، بس عشان يعني هي الحياة كده. مهم. اي حاجة ممكن اي انسان يعملها. مهم. طالما انا ما طلعليش جناحات وطرت، يبقى ساعتها اي حاجة ممكن انا عملتها في اي حد يقدر يعملها عادي. مهم. جميل جدا. آخر سؤال ممكن ننهي بيه، ممكن تقولي نصايح أو يعني إيه تلخص اللايف ده من وجهة نظرك في نصايح كده للجونيور دكتورز اللي هي لسه في الجامعة يعني، او الفريش جراد، لو حابب ياخد التراك بتاعك، او نصايح عامة انت شايفاها ان هي لازم يحطها في بالهم. اوكي. الجيم. اول حاجة لازم الجيم. لان انت لو مش هتستثمر في صحتك، صحتك هتيجي عليك. مهم. ماشي. دي حاجة. تاني حاجة، الجيم بيعلم ان انت تبقى صبور، بتصبر، مهم. بتروح التمرين وانت مقرف، بتروح التمرين وانت مبسوط. لازم تروح، لان انت لو ما روحتش هتزعل ان البروجرس اللي انت حققته ضاع. تمام. مهم. وطبعا هو سوشيال اكتيفيتي، لان انت بتروح الجيم ما بتروحش تتمرن لوحدك، يعني بتقابل ناس، بتتعرف على ناس، بتشجعوا بعض. فهو بيضرب كل العصافير دي بحجر واحد بس. مهم. فدي اول نصيحة. تاني نصيحة، علاقاتكم الشخصية. ماشي. أهم حاجة علاقاتكم الشخصية. لو انتوا في علاقات توكسيك أو مش مبسوطين في علاقاتكم أو حاجة، يعني حاولوا ان انتوا تلاقوا لها حل. مفيش حل، سيبوها ويجي علاقات أحسن منها. بصوا صحتكم النفسية دي أهم حاجة. تمام. تالت حاجة وده الأهم، الحياة مذاكرة. الدكتور لازم يبقى شاطر. الدكتور لازم يبقى updated. الدكتور لازم يكون يعني مكرس جزء كبير جدا من حياته، بس ما يبقاش ده على حساب ان هو يجي على حاجات تانية. يعني انا دلوقتي وقت المذاكرة يبقى خلاص بقى اقفل الموبايل وابعد عن كل الناس، واقعد واركز الساعة دي ان انا اذاكر ساعة احسن ما اذاكر 10 ساعات. والويك مهم. اند خدوه اوف. انا ده رأيي الشخصي، يعني انا عن نفسي عملت كده
والعكس لقيت نفسي بقيت بذاكر احسن مثلا. مهم. اعتقد جميل. دي نصايح الكفاية ولا عايز نصايح تانية؟ لو عندك نصايح طبعا طبعا خد وقتك جدا، طب احب اسمعها وانا اقولهم يعني. توبيك ايه طيب قول لي وانا اقول لك نصيحة. في الامتياز، خلينا نتكلم عن الامتياز. انت امتياز الامتياز بتاعك حلو. مختلف شويه عن اللي احنا فيه، اللي هي مم. السنه. انت ما شاء الله في الامتياز كنت بتحضر ماستر في فرانس، وفي نفس التوقيت القصر العيني والديرتي والشغل بتاعه، وبتروحي في 57 علشان اه الريسيرش المطلوب منك. فممكن يعني ايه نصيحه في البوينت دي؟ اوكي. كنت بعمل ايه؟ كنت بنام بدري تمام عشان اصحى بدري، اروح ابصم في القصر العيني. ماشي، اروح ابصم في القصر، كان وقتها امضى ما كانتش بصمه كمان. اروح امضي في القصر العيني وباخد بعضي واطلع على 57، هو على بعد شارع فمش بعيد يعني. وبعدين بخلص في اللاب على الساعه الساعه 5 كده ولا حاجه. وبعدين ممكن بقى اروح انام شوية. وبعدين بنزل بقى النايت شيفت بتاعي الساعة 8 يعني او كده. طبعا الموضوع ده مش اصح حاجة ممكنة وعكس كل اللي انا لسه قايلاه من شوية. بس يعني هو ما كانش ده الوضع يعني في سنة الامتياز كلها. بالنسبة بقى لموضوع الديرتي وان احنا ناخد تحاليل ونشيل اكياس دم وكل الكلام ده، ممكن عادي جدا وانت بتاخد الريكوست او الديوتي من النايب تسأله عن الحالة وتناقشوا فيها. ما تكسلوش تسأله، ما تتكسفوش تسأله. ولما تكون قاعد مثلا بالذات في النايت شيفت خلصت كل الديوتيز اللي عليك وقاعد الساعة 12 مش لاقي حاجة تعملها ومكسل تروح عشان هتضطر تنزل تاني عشان الساعة 8 عشان تمضي والقصة دي كلها، روح الطوارئ، روح العمليات، اقعد ذاكر حاجة. على فكرة سنة الامتياز دي مفيدة جدا بغض النظر عن كل الديرتي بتاعها، بس أنا شايفة إن دي واحدة من أحلى السنين بتاعت مم. حياتي. جميل أنت جدا. بتعمل إيه بقى في الامتياز؟ يعني قولي كده وأنا هقولك نصيحة في اللي أنت بتعمله في انا ما الامتياز. بعملش حاجه، بحضر وشكرا على كده. وبسافر، طيب. لا بسافر المؤتمرات ده اللي انا يعني ايه، أمم، بحاول ان انا على قد ما اقدر اتعلم ريسيرش كويس، وان انا حلو. ابلش، وبحيث ان انا ان شاء الله ناوي على امريكا. ف بجانب الدراسه لازم يكون معايا، كنت سمعت يعني نصيحه من حد ان لازم يكون عندك ريسيرش اكسبيرينس كويسه وداتا اناليسيس بالذات، علشان هناك لما تسافر على فellowship مثلا تلاقي بيد ريسيرش فellowship او حاجه زي كده. طب سؤال صحيح، هل حاجه زي دي موجوده في بريطانيا، الفellowship بيد او حاجه بحيث ان احنا ندخل منها انكم في بريطانيا، واحنا بجانب مثلا التحضير او بجانب المنتظرين نمتحن اي يكن ايه الامتحان؟ هل في امكانيه ان احنا نسافر ناخد فلوس علشان مثلا مش كلنا الوضع الاجتماعي او الوضع المادي بتاعه مناسب ان هو يكلف على اهله، او حتى لو مكلف على مظبوط اهله اه. كده؟ فهل في حاجه زي دي available في بريطانيا، زي ريسيرش فايلو بعيد حاجة زي كده ممكن اخد منها فلوس؟ في طريقة إن هو ممكن لو هو مسافر ماسترز في انجلترا على سكولرشيب، في بروجرامز سكولرشيبس كتيرة بالذات للماسترز. كان في واحدة كانت هي فيزا عاملاها للناس اللي جاية من دول في أفريقيا، فاحنا حتى كمصريين eligible ان احنا نقدم عليها يعني. فهي fully funded. فهي الفكرة ان الواحد لو واخد student فيزا في انجلترا من حقه ان هو يشتغل اي شغلانة لمدة 20 ساعة. فلو هو ما عندوش مشكلة ان هو ما يشتغلش دكتور، ممكن يشتغل اي شغلانه ويدخل منها دخل يعني، خصوصا ان السكولرشيب غالبا بتكفر كل حاجه، بتكفر الطيران وبتكفر الاكسبنسز كل الكلام ده. بس هي هتعطله مشكله بس الوحيده الميديكال كارير بتاعه سنه لان هو الماسترز هناك سنه. مهم. مشكلة مش هيقدر يلاقي شغل بالماسترز، هيضطر يعمل بي اتش دي بعدها. البي اتش دي الميزة فيها ان هي برضو بتكون في ليها scholarships كتيرة، والبي اتش دي بتاخد من 3 ل4 سنين. طبعا بعدها ممكن يتفتح له فرص ان هو يقدر يشتغل في الريسيرش او في الجامعة من غير ما يضطر ان هو يشتغل في مستشفى لو الناس حابة التخصصات الاكاديميك. لان انا لاحظت فعلا ان دايما احنا بنتكلم في التوكس اللي كلينيكال. زي دي او حاجة على الفيسبوك نتكلم على الكلينيكال، مهم. بننسى طبعا ان في ناس اصلا هي مش حابة الكلينيكال وحابين يشتغلوا مثلا حاجات اكاديميك او في الريسيرش بس او كده.
فده متاح وبشدة في انجلترا يعني ده موجود يعني، مهم. وفي نفس الوقت بيدخله دخل كويس. بس هتبقى يعني بروسيس محتاجة ان الشخص يبقى فليكسبل شوية، ان هو ايه، انا هسيب الشغل الكلينيكال فترة عشان واحد اتنين تلاتة، وبعدين اقدر ارجع له تاني لما انا اخلص الامتحانات بتاعتي واخد اللايسنس بتاعتي، واقدر ان انا اقدم على جوبز. هي في برضه ميزة في انجلترا نسيت اقولها، مش موجودة في اي حتة تانية يعني، ان هو انت ممكن بتقدم على وظائف تمام قبل ما السايكل بتاعت النيابات تفتح. يعني في الويب سايت بتاع NHS Jobs ده بينزل عليه وظائف بجريدز مختلفة من أول الامتياز لحد الاستشاري. مهم. فأنت بتقدم على الليفل المناسب ليك وبس. وانت ممكن على فكرة يجيلك وظيفة من قبل ما سايكل اسمها ايه النيابات تفتح، اللي هي بتاعت مهم. التريننج يعني. اللي هي بس بتشتغل في برايفت هوسبيتال صح او كلينيك؟ لا خالص، بتبقى public زي ما هي، بس هي الفكرة ان مثلا الديبارتمنت ده عنده شورتج، فنزل اعلان وظيفة بتنزل في اي وقت. جميل جدا. مم. ممكن الناس اللي موجودين يكتبوا اسئلتهم عشان ده اخر سؤال بجد يعني يعني عارف احنا طولنا قبل ما نجاوب على لا اسئلتهم. انا مبسوطة ان في الاخر ان عدد الناس اللي بتتفرج زاد، يعني معنى كده ان انا ما زهقتهمش. طيب احنا سامعين القرارات الجديده اللي طالعه كسياسه يعني في مم. بريطانيا ان هم بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يقللوا عدد الوظائف، يقللوا عدد الناس اللي شغاله، بالذات اللي ايه الناس اللي مش معاهم باسبور او كده. هل الحاجه دي افكتد بالميديكال فيلد او كارير؟ لان انا زي ما قلت لك النظام الصحي هناك في انجلترا مربوط بالحكومة نفسها، مهم. والحكومة دلوقتي بتعدي بأزمة كبيرة في الفلوس يعني، بسبب بقى حرب أوكرانيا وبسبب الانفليشن وبسبب والكوفيد وإن هم خرجوا من الاتحاد الأوروبي وقصص كبيرة كده. بس يعني اللي أنا عارفاه عامة عن يعني إنجلترا عموما يعني كتاريخيا يعني، هم هيحلوا المشكلة دي، بس السؤال هم هيحلوه امتى. مهم. فلو حد مثلا مش حابب انجلترا بشكل شخصي، يعني انا حابه انجلترا بشكل شخصي، انا حكيت لك ليه. مهم. بس لو انا مثلا مش فارقه معايا انجلترا من المانيا مثلا، وانا مثلا متقبله اللغه الالماني، لا يعني I would advise ان المانيا تكون احسن، المانيا فيها فرص احسن. لو حد بالنسبة له أمريكا مناسبة وما عندوش مشكلة في حتة بعد المسافة، ما عندوش مشكلة في حاجات كتيرة قوي، لأن كل دولة بيبقى فيها التشالنجز بتاعتها. فمفيش دولة فعلا بعد اللف ده كله فيها كل المميزات اللي انت بتدور عليها. مهم. هو كل حاجة ليها عيوب، بس انت هتقدر تستحمل انهي عيوب. جميل جدا. مم. طيب دلوقتي نفتح على المجال للأسئلة للناس من الأول. مم. حابب بس أقول المعلومة إن أنا أوريدي سجلت قبل كده لقاء مع الدكتور يحيى زكريا. هو حاليا استشاري في بريطانيا، مش فاكر مستشفى إيه. هو خريج الجامعة عندنا برضه ما شاء الله. ممكن لو حد حابب انترست في الام ار سي اس ان ديتيلز يسمع اللايف المفيد جدا بالتفاصيل الممله زي ما بيقولوا في الوظائف والكارير والشغل ده كله. لكن دكتور ندى هي الموست ريسنت للاكسبيرينس دي. طيب اول سؤال نبدا من الاول. طيب أقدر أقدم على الامتحان بعد سنتين ولا باحتاج تجديد؟ وهل ال year of graduating important؟ لا، هو ال year of graduation مش مهم خالص في انجلترا. هو محدش بيسألك حتى انت عندك كام سنة ولا اتخرجتي امتى ولا كده. هو اللي بيسألهولك وانتي بتقدمي على النيابة نفسها، يقولك مثلا عشان تقدمي على سنة أولى نيابة مثلا ما ينفعش الكلينيكال اكسبيرينس بتاعتك تعدي مثلا let's say سنتين أو ثلاثة، زي اكزامبل الكور سيرجيكال تريننج اللي قلت عليه، إن ما ينفعش الخبرة في الجراحة تحديدا تعدي 18 شهر عشان يقدم على كور سيرجيكال تريننج. طيب لو واحد مثلا بقاله 10 سنين باطنة، لا ينفع يقدم عادي. انا عارفه ان هو نظام غريب شويه، بس يعني هو الحاجه اللي كاتبينها هي كده، ما فيش فيها تفاهم خالص. وبيسالوا باليوم على فكره يعني، فهم الانجليز محبين هو مش ممكن الجرايد. حد معاه كريدت اور مثلا ويقول ان انا ما عنديش يعني بحيث ياخد الكور تريننج؟ ما هو المفروض يعني الانسان ما يبقاش كذاب يعني. يعني هم مش عاملين حساب ان الناس كدابين.
طيب يوسف بس انا بيقول مش فاهمة سؤالها، لو ينفع يا آية بليز تقولي انه امتحان قصدك عليه بعد سنتين الامتحان، لان انا مش فاهمة القصة دي. طيب يوسف جان بيسأل بيقول هو ممكن نعرف العيادة اللي انت اتدربت فيها اللي فين في القاهرة اه انا اوريدي بتاعة جاوبت على السؤال ده، بس انا قلت هي في المهندسين، وهبقى انزل الانستجرام بتاعها سوا عندي او في الكومنتس بتاعت اللايف ده، مش مشكلة. طيب طيب انت كمان انت جبت من الاول ما شاء الله. في عبد الرحمن بيقول على الكارديو ثوراسيك سيرجري. طيب يا عبد الرحمن، هو بالنسبه للكارديو ثوراسيك انت ايه سؤالك بالظبط؟ يعني خليك انا سبيسيفيك شويه. فاكره السؤال ده، هو سأل وانا بتكلم على الكورس سيرجيكال تريننج بيوصل لانهي تخصصات، وفي تخصصات ما لهاش كورس سيرجيكال تريننج، مهم. زي النيورو سيرجي وزي الرمد وزي النساء. اه في كمان الكارديو ثوراسيك سيرجي، بتقدم على الكارديو ثوراسيك سيرجي على طول. طيب احمد بيقول ممكن تعيد التاني؟ انا اوريدي مسجل اللايف علشان وقت الدكتوره. ممكن تسمعوا اللايف برضه. هنزل الانونسمنت اول ما ينزل موجود فين واللينك بتاعه وكل حاجه. وفي طيب فري تبعتولي مسجز او تبعتوا لابراهيم وهرد عادي، مفيش مشكله. اوكي تمام. م. آية بتقول what about the competition what's more MRCS ولا MRCB؟ مين الكومبيتيشن بتاعه اكتر؟ هل MRCB MRCS ولا MRCB؟ هو ما بتفرقش الامتحان اللي انتي عملتيه، هي بتفرق على التخصص اللي انتي هتقدمي عليه. فلو انتي ماشية في pathway البطنة طبيعي، why would you waste your time and your efforts in sitting for MRCS وانتي مش هتعملي بيه حاجة ومش هيفيدك بأي حاجة. ف it depends انتي عايزة ايه بالظبط. كان في حد بيقول can you repeat regarding surgical specialty؟ لو لسه معانا في اللايف ممكن please clarification للسؤال. طيب ننزل تاني نشوف الأسئلة لحد ما هو يعمل كل الأسئلة اللي انت جاوبتيها دايركت في اللايف اه طيب سؤال من اسم كوكسو، مش عارف اسمه ايه. رحلة البلاب كلفتك كام تقريبا؟ احنا مش عاوزين رقم ثابت، ممكن فاهمة. تدينا اه رينج. آم، حقيقي مش عارفة، بس يعني ما جمعتهمش قبل كده، بس هو احنا قلنا بلاب 1 كان باين ب250، 250. و... واسمه ايه ده، الكورس او سوري الكويشن بانك ب25. ماشي. كورس دكتور احمد الشريف مش فاكرة هو كان بكام يعني، بس انا فاكرة ان هو ما كانش غالي. وانا فاكرة ان انا دفعته بالمصري، ما كانش بالاسترليني يعني. فممكن نقول مثلا كل ده مثلا رينج 300 باوندز، طبعا انجلش باوندز يعني. وبعدين بلاب 2 كان محتاج فيزا لإنجلترا. ال- الفيزا بياخدوا ابلكيشن $150. وبعدين أنا مش فاكرة، تقريبا في فلوس تانية دفعتها، بس بصراحة أنا مش فاكرة كام. والامتحان نفسه ب1000. تمام. والكورس بتاع دكتور مو بتاع الكلينيكال باين خدته ب300 باوندز. كورس دكتور سحر خدته I think في range 200 pounds. أتمنى تكون يا إبراهيم بتحسب انا ورايا بحسب عشان تقريبا يعني احنا بنتكلم لحد دلوقتي تقريبا ثلاثة وكاس، ثلاثة ونص، ثلاثة اه يعني تقريبا في الرينج ده. بالظبط كده. يعني هيبقى حاجة يعني زي ممكن كده. نقول مثلا من ثلاثة لأربعة مم. بس باوند مش بتدفعيهم مرة واحدة، يعني زي ما انا قلتهم كده بنفس السيكونس ده يعني. الاو اي تي انا معرفش هو بكام دلوقتي. بس يعني هي ميزة انجلترا الوحيدة ان ما بتدفعيش فلوس كتير مرة واحدة، الا بس في بلاب 2 لما ال1000 استرليني بينزلوا مرة واحدة، دول بيبقوا يعني دول المشكلة فعلا. طيب صلاح او صالح بيقول صلاح بيقول انا مش فاهم حوار الريسيرش ده بنعمله ازاي، او ازاي بالظبط ممكن يتحسب لي في البوينت. بتعملوا ازاي؟ في دلوقتي يعني كذا طريقة. مبدئيا انت عندك في الريسيرش، انت عندك كذا نوع من الريسيرش. انت عندك مثلا اللي هو اللاب بيست ريسيرش ده، زي اللي انا عملته في مستشفى 57. هو مستشفى 57 بتعلن عن internships وكده،
have a LinkedIn profile وconnect وfollow ال institutions الكبيرة زي مستشفى 57، زي الفاونديشن بتاعت مجدي بروفيسور أهو. مجدي يعقوب. كل الكلام ده بيعلنوا عن research internships وحاجات زي كده للستودنتس على فكرة وللخريجين. تمام. في طريقة تانية انك تتعلم بقى ريسيرش من الصفر، هو كورس دكتور نجيدة. انا ما خلصتوش، ما هو دي برضو لو رجع بيا الزمن هخلص الكورس يعني. ماشي. يعني انا الكورس expired بعد سنتين واشترك فيه تاني، واتمنى ان انا الاقي وقت ان انا الله. اتفرج عليه يعني. بس انا انصح بيه وبشدة كورس دكتور نجيدة. يعني انا شفت كتير قوي منه يعني، بس انا ما لحقتش اخلصه، بس هو حلو. وميزته ان هو بيوفر ريسيرش جروبس عشان الببليكيشنز وكده، وبتبقى متقسمة حتى على حسب التخصص، فانت هتعمل ريسيرش في التخصص اللي انت عايزه. هم اغلب شغلهم systematic review and meta analysis، فده مش بيحتاج لابز او كده، هو اساسا أو بيشتغلوا يعني سكندري كله لكن. secondary كله بالظبط. اه. فاصل في ناس متبقاش عايزه تشتغل secondary، وتبقى حابه البرايمري اكتر. يعني مثلا شغل اللاب على فكره انا حبيته اكتر من السكندري، لان هو بيبقى فعلا انت بتعمل الاكسبيرمنت بايدك، ويعني بتشوف مستني بقى النتيجه. بتشوف الإفكت قدامك على طول. لا مش شرط، بس يعني بتبقى في نوع من انواع الاكسايتمنت كده يعني، بس it's a personal preference يعني. مهم. تمام. الريسيرش بيتحسب ازاي كبوينت؟ بيطلبوا بقى ممكن publication، ممكن كمان على حسب برضو التخصص. فبرضو اجين هنزل الويب سايت بتاع كل التخصصات، وانتوا شوفوا التخصص اللي انتوا عايزينه وبيحسبوا ايه بالظبط وامتى يعني، عشان مش هنعرف نكفر كل ده في اللايف. اللايف ده هيبقى ان شاء الله سيفد. في ماشي. حد بيسأل بيقول لك دكتورة معانا في الجامعة بتقول بريطانيا اه بيدوهم ساعات كتير شغل ومتعبة بالنسبة لوقت الراحة وضغط الشغل، هل الكلام ده صحيح؟ هي كانت هناك وقررت ترجع. والله يعني انا مش عارفة هي بتقول كده على اساس ايه، لو يعني assuming يعني ان هي دكتورة مصرية. انا ما شفتش حد عنده work load اكتر من نفس عندنا في مصر الفيلم. بصراحة يعني. يعني انا كل الناس قالت لي انتي كويس ان جاتلك نيابة اشعة، الحمد لله ما جالكيش نيابة جراحة مخ واعصاب اللي انتي عايزاها، عشان ايه؟ يبقى عندك وقت فاضي. انا مش لاقية دقيقة فاضية. بس فهو انجلترا طبعا اكيد في ورك لود كتير، لان هم بيشتغلوا اوفيشلي 40 ساعة في الاسبوع، بس انا بشتغل 100 هنا، فانا مش حاسة ال 40 دول هيبقوا ازمة يعني. فانا مش عارفة ليه خبرة الدكتورة بتاعتك كده، بس يعني اكيد خبرتها فاليد، خصوصا ان هي اشتغلت هناك وانا ما اشتغلتش هناك. بس يعني انا ما اعرفش حد من اللي اعرفهم دول اشتكى من عدد ساعات العمل. يعني مثلا ممكن بيشتكوا من حاجات تانية، بيشتكوا مثلا ان هم الجو، بيشتكوا مثلا ان هم زهقوا عايزين يرجعوا مصر عشان اهاليهم، انما مش عشان خالص عدد ساعات الشغل. عدد ساعات الشغل يعني. ده حقيقي. امريكا هم اللي بيشتكوا من عدد ساعات الشغل، ده قصة مهم. تانية. م. طيب بيكمل سؤال يقول حوار الطبخ ايه والمطاعم هناك رخيصة ولا مكلفة لازم اطبخ في البيت؟ لا على فكرة ده سؤال مهم جدا. طيب خلينا من النقطة دي معلش يا دكتور ندى نسأل الديلي روتين هناك بيتكلف كام يعني تقريبا، يعني بحيث ان لو حد يسافر ياخد اتاتشمنت او يسافر علشان يحضر تقريبا يعني اليوم هناك بيمشي في رينج كام؟ طيب بالنسبة للأكل، الأكل مش هيبقى غالي. لو بيشتري من سوبر ماركت رخيص يعني. هو على فكرة هناك السوبر ماركت الغالي من الرخيص ما بيفرقوش قوي في كواليتي الأكل، بس هو يعني ممكن بيبقى نفس الحاجة متسعرة هنا. الخضار مثلا ماشي، هو نفس الخضار تقريبا، بس ده مثلا متسعر ب 30 بي مثلا، وده مثلا متسعر ب 1 باوند ماشي، وهو على فكرة ما فيش أي فرق بينهم في الطعم في أي حاجة. مم. فلو بيشتري الخضار والأكل بتاعه كده من ألدي، بما إن ألدي رخيص قوي، فمثلا ممكن يعمل جروسري شوبينج بتاع الأسبوع مثلا، مثلا بأقل من 50 باوندز مرتاح يعني. يعني هيشتري كل الأساسيات، الفراخ واللحمة والخضار وكل الكلام ده. فده بالنسبة على حسب هو بيشتري ايه منين، وان هو بيبقى عادي مع الاكل بتاعه. الاكل بره شوية بيبقى اغلى،
لان هو ممكن مثلا البيتزا ماشي اشتريتها من محل مثلا ادفع عليها 7 باوندز او ايا كان، انا ممكن لو لقيت بيتزا هي جاهزة في ألدي مثلا ممكن الاقيها ب 2 باوندز مم. مثلا. فالسعر ممكن بيبقى مضروب في اتنين وتلاتة واربعة عادي. فالاسهل ان الواحد يطبخ، وفعلا في حاجات بتبقى يا دوبك هي جاهزة ويا دوبك بتجيبها من السوبر ماركت بتحطها في الفرن بتجهز على طول، يعني مش محتاج ان انت تبقى شيف يعني عشان توفر فلوس يعني. ده بالنسبة للأكل. بالنسبة بقى للمواصلات، لا هناك المواصلات كويسة. يعني في اوبر أغلب وكده المدن. ولا بيبقى باصات تبع الدولة؟ بص، في على حسب يعني، في مثلا في مانشستر كذا فري باص. بس في مدن تانية كتير في انجلترا مفيش. بس المواصلات هناك انت بتشتري الكارت مثلا بتاع السنة، فانت بتدفع مرة واحدة وبيكون unlimited access طول السنة. ده آه، مترو صح مش بس ولا؟ بقى بتاع المترو، ممكن بتاع المترو وبتاع الباصات برضو. مهم. بس هي ده بالنسبة للمواصلات. بالنسبة بقى للإيجار ده متفاوت جدا، يعني بجد بجد على حسب المدينة. هتلاقي ممكن انت بره لندن مثلا نفس الفلوس دي ممكن تأجر بيها فيلا. ماشي، انت في لندن مش هتجيب لك شقة اوضتين على بعض. يعني فرق كبير فالإيجار قوي. بيختلف، مهم. الإيجار بيختلف. فعلى حسب رايح انهي مدينة. مهم. بس موضوع السوبر ماركت ده ثابت في كله، يعني هو هتلاقي ألدي في كل المدن عادي خالص، هو يروح يشتري من ألدي ويجيب شوبينج البيت وزي الفل. بس عشان يعني قصة الحلال والحرام دي، بلاش بقى الفراخ والحاجات اللي هي محتاجة تتذبح دي، عشان الحاجات دي ما بتبقاش حلال في ألدي. يدور بقى في المدينة اللي هو فيها على أماكن بتبيع فراخ وحاجات حلال، عشان مهم. ما ياكلش يعني حاجة مش حلال يعني. مهم. بس جميل جدا. طيب نكمل الأسئلة. آه فين البث إن شاء الله هينزل عندي على اليوتيوب، وبرضه هنزل لكم وهبعت للدكتورة ندى برضه اللينك هتنزل عندها في ستوري، أو كده كده هيكون في اناونسمنت نزل على الانستجرام عندنا، زي بالضبط الاناونسمنت بتاع اللايف ده. في أول ما اللايف يبقى جاهز على اليوتيوب بحيث تسمعوه في أي وقت. طيب آه هو دكتورة ندى سامعاني ولا حصل لاج؟ طيب سامعيني ولا في مشكلة من عندي؟ يا ريت تكتبوا بس سامعاني انا سامعاك دكتورة ندى؟ كده. انا سامعاك كده. أنا كنت. انا واضح ان عمل فريز من عندي او حاجه. مهم. طيب في سؤال بيقول بخصوص من أحمد بخصوص الخبرة إنها تعدي 18 شهر إزاي؟ طيب دلوقتي انت خلصت امتياز تمام. هتبدأ نيابه ماشي. فانت النيابه بتاعتك انت لو خلصتها كلها، اللي هي سوا 3 سنين او 5 سنين، مش هينفع ان انت لو هي نيابه جراحيه طبعا، مش هينفع ان انت تقدم على كورس سيرجيكال تريننج. ساعتها هتضطر ان انت تقدم من على ليفل اعلى بتاع التخصص الجراحي اللي انت عايزه تمام. ده بالنسبة لو هو تخصصك الجراحي اللي انت بتفكر فيه يكون اصلا قبليه كورس سيرجيكال تريننج. طيب لو هو مثلا حاجة زي الكارديو ثوراسيك او النيورو سيرجري او ايا كان بقى اللي هو ملوش كورس سيرجيكال تريننج قبليه، لا هو هتلاقي الكرايتيريا بتختلف. يعني انا مثلا عارفه النيورو سيرجري عشان قريت مش عايز منك بقى خبره في النيورو سيرجري او النيرولوجي او النيورو راديولوجي او اي حاجه ريليتد بالنيورو اكتر من 12 شهر بعد الامتياز، وما يبقاش عندك خبره بعد الامتياز اكتر من 24 شهر. سنتين يعني ال 12 يعني. شهر بتوع النيورو دول من ضمن ال 24 شهر بعد الامتياز. بس هما بقى بيحسبوا الامتياز سنتين. فهو مثلا يعني السنة بتاعت النيابة دي الأولانية مش امتياز. هيحسبوها غير امتياز، فأنا هيبتدوا يعدولي بقى من بعد السنة الجاية. مهم. بس فأنا لو ما اتقبلتش بقى السنة دي هيبتدوا بقى يعدولي ال 24 شهر. لا إن شاء الله بس تتقبل بإذن الله. يا طيب رب. ميرفت بتقول التدريب اللي نازل في 57 لو قدمت عليه من دلوقتي وأنا طالب هل مستمرة بعد كده كبوينت أو كريسيرش أو كده؟ على
حسب التخصص يعني. ما هو برضو في تخصص ممكن يبقى عايز research experience، ومش مهم ان انتي تكوني عملتي publication. في تخصصات تانية لا، هي بتبقى عايزة بالpublication، وبتحدد كمان ان لازم تكون حاجة peer reviewed و PubMed indexed، وكمان تكون انتي ال first author عشان تاخدي الفول بوينتس. طب لو مش هتاخدي الفول بوينتس، مثلا تكون برضو حاجة peer reviewed و PubMed indexed، بس تكوني واحدة من الauthors، فاهماني؟ فهو it depends on the specialty. بس عموما يعني كنصيحة، أي training هتاخديه هيفيدك، حتى لو ما خدتيش عليه point direct هتلاقي نفسك one way or another وصلك لحاجة تاخدي عليها البوينت اللي انتي محتاجاه. هما بيسكور البوينت بطريقة specific قوي، فانتي لازم تبقي عارفة هو how does he score it أو what he's looking for in your application، عشان يعني تجمعي أكبر عدد points ممكن. فهي الميزة ان هو السيستم pretty much straightforward، بس مشكلته انه هو ممل. يعني لازم تعملي له اللي هو عايزه بالظبط، عشان ايه يعني otherwise he's gonna score you a zero. بس هي دي المشكلة كلها. بس more or less هو سيستم فير يعني، هو نفس الكرايتيريا دي بتنزل علينا وعلى الانجليز وعلى كل اي حد مقدم. فما بتفرقش بقى انتي متخرجة من انجلترا ولا متخرجة من بره انجلترا، بس هم حاليا دلوقتي بيحاولوا يبوش ان يبقى الاولوية لخريجين انجلترا بغض النظر عن الجنسية. ف... فدي طبعا هتزود الكومبيتيشن اكتر وكده. بس يعني بلاش نستبق الأحداث. You guys are doing great by doing your research إن إيه الدولة اللي هكمل فيها والباثوي اللي هكمل فيه. فإلا هيختار إنجلترا يعني يبقى بس نفسه طويل شوية. جميل جدا. هو تقريبا كده احنا وصلنا لنهاية الأسئلة. فمعلش يا دكتور عادل نديهم دقيقتين لو أي حد لأن في ناس لسه جويند دلوقتي عنده أي سؤال خلال دقيقتين ممكن نسأله قبل ما ننهي اللقاء اللطيف ده مع الدكتورة ندى. هو في حد سألني عندي كام سنة، بس أنا يعني هجاوب عادي 26. يعني الموضوع الموضوع مش سر يعني. انا شفت السؤال فعملت له سكيب لان دي حاجه بيرسونال، وعامه في اللايف ما بحبش يعني الحاجات البيرسونال الى حد ما بتبقى سنسيتيف للجست اللي معايا. عشان كده الصراحه عملت له سكيب. أنا خدت بالي، بس يعني بجاوب عادي مش مشكلة يعني. انا حاسه ان يعني خلاص يعني الناس عرفت يعني حاجات اكتر من كده. يعني الناس عرفت احزاني وانا بمر دي في كلاب وان يعني. فمش حاسه سني ده المشكله خالص دلوقتي. جميل جدا. تقريبا هو ما فيش اي اسئله، ما شاء الله حضرتك عملتي كفرنج للتوبكس كلها وكل الكويشنز. خلينا هنا نشكر الدكتورة ندى مرة تانية إنك أنت موجودة معانا في اللايف المتواضع ده، وإن شاء الله مش آخر لايف بنعمل معاك اللايف وأنت هناك بعد ما أنت تاخدي السبيشاليتي نيورو سيرجي بإذن الله، ونتكلم بقى عن التراك اللي بعد كده إن شاء الله. حابب بس أنوه إن اللايف ده متسجل هتشوفوه إن شاء الله على اليوتيوب أول ما ينزل. عشان لسه خلصوا في حد سأل للكلينيكال جاب يا دكتورة. لو أنا من بلد فيها حرب وعندي جاب كبير إيه اللي هيحصل؟ الدكتورة ريهام. اوكي. اول حاجه يعني الحمد لله ان انتي كويسه، وربنا يحفظك ويحفظ اهلك وكل احبابك. بالنسبه لموضوع الكلينيكال جاب، ما تقلقيش منه انتي، بس مش هيسألوكي عليه غير وانتي بتعملي يعني جي ام سي ريجستريشن بعد ما تخلصي الامتحانات والكلام ده كله. فانتي هتقولي لهم على فكرة انا عندي كلينيكال جاب كبيرة برضو بسبب الماسترز وبسبب كل الكلام ده. وحتى ايفن نيابة الجامعة جات لي بالصدفة كده، يعني انا لقيتها جت في وشي كده بالصدفة. فانا حتى ما كانش ده التخصص اللي انا كنت عايزاه، بس انا عشان قصة الكلينيكال جاب دي قلت تمام. ولو حتى هكمل في الأشعة، الأشعة فيها جزء نيورو انترفنشن وكده، فده ريليتد بالحاجات اللي انا حباها. نرجع بقى لسؤالك. انتي هتبلغيهم ان انتي اوريدي كان في ظروف معينة وكل الكلام ده. فهم بس بيبقوا عايزين يعرفوا انتي ما كنتيش ليه بتشتغلي دكتورة، مش اكتر. لان هو كده او كده هو قيم معلوماتك. انتي ما بتعمليش ريجستريشن غير في مدة معينة بعد ما تخلصي بلاب 2. يعني بالنسبة لبلاب 2 لما بتخلصيه
انت لازم تعملي ريجستريشن في خلال سنتين. فهو خلاص هو واثق ان انت competent وعلى الستاندرد اللي هو عايزه في الميديكال براكتس اللي هو عايزه. خبرتك بقى اللي قبل كده او اللي بعد كده حقيقي ما تلزموش بحاجة، هو بس كان عايز يعرف انت بتعملي ايه. فما تخليش الكلام الكتير المغلوط المنتشر في كل حتة ده يوترك او حاجة يعني. اصل ده مش بايدك، يعني انت ما كنتيش قاعدة في البيت ما بتعمليش حاجة. وحتى لو قاعدة في البيت ما بتعمليش حاجة، مثلا let's say واحدة مثلا خدت اجازة عشان حملت وولدت، بتعرفه عادي. او اي حد عنده ظروف عائلية ومضطر انه يقعد في البيت for any reason، ده مش مشكلة خالص. العكس، انتي تحاولي ان انتي الكلينيكال جاب ده تعوضيه بحاجة تانية. ان انتي مثلا ممكن تذاكري حاجة، ممكن تاخدي كورس اونلاين او حاجة، ممكن تعملي ريسيرش زي ما قلنا على موضوع السكندري ريسيرش ده ابتدى يبقى موجود وبقوة في الشرق الاوسط كله. تقدري تعمليه اونلاين. hopefully طالما عندك انترنت كونكشن كويسة تقدري تعمليه. فكل ده تقدري تعمليه من غير ما تقلقي خالص من الكلينيكال جاب في حاجة، عشان حتى لما تقدمي على وظائف ان شاء الله تقولي لهم انت كنتي قاعدة فعلا برغم ظروف الحرب اللي انت لقيتي ان هي حصلت وملكيش يد فيها. لا، اخترتي ان انت to improve yourself وان انت تطوري من نفسك وكده. وهو تبقى هو الخسران لو هو معينش واحدة زيك حاولت ان هي يعني تشتغل على نفسها في وسط كل الكلام ده. وبس. I hope this answered your question. طيب، سؤال جه دلوقتي من مدحت. م- مش عارف، مدحت تقريبا. بيقول does UK become more competitive recently؟ احنا تقريبا جاوبنا في النقطة دي في آخر سؤال. اه، احنا قلنا very competitive فعلا. بالظبط، والدكتور ندى شرحت بالتفصيل ليه. فممكن تسمع اللايف ترجع له تاني. هتلاقي جاوب للسؤال ده وأسئلة كتير في بالك. ف وبعتوا اسئلتكم عادي، يعني المفروض الاكونت بتاعي طالع لكم اهو، يعني في الفري ان انتوا تبعتوا لي، ولو لقيتوني حتى ما ردتش بسرعه اعرفوا ان انا في الشيفت وما خدتش بالي، يعني في الفري ان انتوا تبعتوا تاني. آه، وبالمناسبة الدكتورة ندى ما شاء الله هيلفل جدا، على مستوى شخصي أو غير شخصي. حتى هي أي حد بيبعت لنا كذا مرة، بيبعت لها كذا حد عنده استفسارات في النيو سيرجي تراك. هي ما شاء الله عليها ما بتتأخرش. فأي وقت ابعتوا لها، اعملوا لها فولو، بعد كده ابعتوا لها على أي مسج أنت عاوزينها بالتفاصيل. هي ما شاء الله بتجاوب ان ديتيلز بزيادة كمان، ما شاء الله. آه، لو اتفضل. لو انت حابب حاجة زي كده ممكن ابقى انزل فيديوز وابقى بوستد عشان الناس تبقى تشوفها وتستفيد منها، البيزكس بتاعت السي تي والحاجات دي، بما ان انا بدأت اتعلمها دلوقتي. فقلت يعني هيبقى اسهل لي ان انا اشرحها عشان افتكرها، لان انا حسيت ان الموضوع طلع معقد زيادة عن اللزوم، بس ان شاء الله الاقي طريقة يعني. ربنا يطمنك. لا لا عادي، ما انا بقول اهو ان انا عايزاكم تبتدوا حيث ما انا هنتهي بقى. قبل ما استقيل، بس قبل لا، ما ان انا شاء بفكر الله. كل يوم استقيل. بقول لا، انا لازم اخلص عشان اشرح الكلام ده عشان الناس تستفيد منه. عشان ايه؟ ما ينفعش دكتور ما يبقاش عارف عارف الحاجات اشعه دي. بالظبط. اه، ما ينفعش حتى مش محتاج، اصل انت ما ينفعش تستنى دكتور الاشعه في كل حاجه. اه، انت تستنى دكتور الاشعه في الحاجات الصعبه، مهم. انما على الاقل تبقى قادر ان انت تشوف الريد فلاجز. لو مثلا في بليدنج بالذات حاجه زي الشيست اكس راي، يعني حاجه بيسك جدا اي حد بيعملها، مهم. ازاي يبقى مش قادر يحدد التريكيا دي centralized ولا deviated؟ طب معنى انها deviated ان ده حصل ايه؟ ما هو البيشنت ممكن يكون جاي unconscious في الطوارئ. فكل ده يعني مش هقولك الدكتور العادي يبقى محتاج يعرفها، ده طالب طب محتاج يعرفها، لان وارد يكون في setting حوادث ومش عارف يتصرف. دي حقيقه. انا عارف كتير من الدكاتره بتعتمد على الريبورت اللي جاي من الاكس راي. فمره كنت نازل مع دكتور اورثوبيديك، فهو لقيته ما بيبصش اصلا على الريبورت اللي جاي، لقيته بيبص على الفيلم نفسه، بتاع ام ار اي، اللي هو الورقه اللي بيبص عليها وبتاع. فبقول له يا باشا الريبورت اهو، يعني انت ليه مصدع نفسك هتقعد تبص وبتاع ومش عارف ايه. فقال لي انا مش بشكك في قدره الراديولوجيست او الدكتور اللي عاملها، بس مفيش حد يعرف الحاله اكتر مني. انا عارف عاوز ابص على ايه بالظبط.
فبقول له طيب انت فاهم الحاجه دي؟ يعني انا عارف كتير من الدكاتره بتبص على الريبورت وخلاص. فبقول لي لا، ما ينفعش تبقى دكتور ايا يكن ايه التخصص بتاعك وما تفهمش او ما تعرفش تبص على فيلم او تبص على اشعه وتفهم معناها ايه قبل ما تبص على دي. لان ده اكزامبل كده، التير بتاع الاي سي ال مثلا، هو البارشل تير ممكن يبقى يعني 1 ملي بالنسبه له ده بارشل، 10 ملي ده برضه بارشل. يعني هو قال لي على اي اساس انا بحدد العمليه؟ لازم اشوف انا بنفسي الاشعه واحدد على اساسها انا البروسيجر هاخده ازاي. هل همشي ميديكال، هل كونزرتيف، هل هدخله عمليه؟ هو في الريبورت هيطلع لي بس ان هو بارشل تير وخلاص، شكرا على كده. لازم انا ابص على نفس الفيلم واشوف القصص دي. فانا باكد على النقطه اللي هي مم. لو عندك وقت طبعا، يعني هيبقى حاجه لطيفه جدا انك انت تنزلي زي شورت ريلز كده او حاجه انت كده للناس. تخليني اعمل assignment للامتياز اللي عندي، شكرا. هقول لا لهم بقول ان لك ايه، ما انت صاحب تعمليش حاجه على الفكرة. فكره، الاشعه وحشه جدا، ما تعمليش اي حاجه. لا والله هم سألوني على فكرة عايزين نعمل حاجة، اصل احنا ما فيش حاجة يعني، اصل احنا مش عاملين حسابنا ان احنا لينا امتياز، احنا فجأة لقينا في امتياز بيجوا كل يوم، مش عارفين نعمل بيهم ايه، وبعدين يعني طب مستنيين ما ان انا ندخل بقى اللي فاينل اشرح طيب، لهم. كلامه دول الزمايل ما تعمل لهمش اساينمنت. لا هم دلوقتي بيجوا يحضروا كل يوم من الساعة 8 للساعة 2، فأنا ربنا ببقى يكون. عايزة أنا بشوفهم 8 و10، بقول لهم روحوا، فيقولوا لي ما احنا ما ينفعش نروح عشان المدرس المساعد عايزنا نقعد، بقول لهم طب خلاص استنوا بقى لما يجي يشرح لكم، وانا بقعد جنبهم يعني باخد نوتس بقى وبشوف هو بيشرح ايه. فهم مستغربين ان انا ساعات لما بجاوب ويقول لي ما ينفعش ندى تجاوبي اصل انتي النايبة وبتاع، وما ينفعش يعرفوا قوي كده ان انتي ايه، فعلا انتي اول مرة تسمعي الكلام ده. مم. لان احنا ما بندرسش اشعة خالص في الاندر جراد، فكل المعلومات اللي هو بيشرحها لهم انا فعلا اول مرة اسمعها. جميل جدا. بس فلو مم. عندك وقت اكيد جو اهيد في البوينت دي. طب تعالى بقى ممكن عشان تصور هحتاج حد يصور لان ايه. عينيا الاثنين، عينيا الاثنين، اي وقت نتكلم في التفاصيل دي على الواتساب ان شاء الله. اوكي عارف الناس زهقت مننا وبدات تطلع اهو، فخلينا نقد نعند اللايف. اللايف ده. ايوه ولو في حاجة هيبعتولي على اه طول مش مشكلة. بالظبط. فرصة سعيدة يا دكتور ندى ان انا شفتك في اللايف ده واتكلمنا كتير. وان شاء الله انتظرونا في لايف جاي بيتكلم عن فellowship في امريكا. فلو اي حد انترستد في امريكا او كده عن الفellowship بيد، اللايف ده هيكون مفيد ليكم. وبس كده. ولو عندك اي اضافة يا دكتور ندى تحب تقوليها في الاخير قبل ما ننهي، اتفضل. لا خلاص الناس عايزة تنام بقى الصراحة، يعني thank you guys for tuning in. لو عايزين اي episodes معينة على الراديولوجي I'm happy to help، لان انا عارفة ان ابراهيم بشكل شخصي وبشكل professional هو دايما بيحاول يشتغل على الكونتنت بتاعه، فيعني I'm happy to contribute in any way لو انتوا حابين حاجة زي كده. وشكرا بجد للناس اللي قاعدين من اول دقيقة لحد اخر دقيقة، يعني دول بجد انا مبسوطة بيكم جدا الصراحة يعني. انا زهقت اصلا في النص وكنت عايزه اقول لكم يعني خلاص يعني نفهم. يعني انا اسفه ان انا صدعتكم، بس هعمل ايه طيب، ما انا لازم احكي كل حاجه يعني. ميرسي العفو جدا ليكم. عليك. وباي باي يا دكتور ندى، باي باي للناس، واتمنى يكون الناس لطاف عليهم. ونشوفكم ان شاء الله في لايف جديد. باي. اوكي باي. Good night.